السلام عليكم، سنة تانية عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله بإذن الله النهاردة معانا النقل في الإنسان كاملا. الدرس الأول بقى بالدرس الثاني بقصة جميلة جدا جدا هنبدأها ونختمها مع بعض ان شاء الله بإذن الله. إذا العنوان بتاعنا النهاردة ان شاء الله النقل في الإنسان. عايزين نبدأ نتكلم عن النقل في الإنسان، زي ما خلصنا النبات نخش بقى على أهم جزئية إن لم تكن هي الأهم في المنهج كله، ألا وهي النقل في الإنسان. تبدأ تتعرف على القلب بتاعك بيتكون من ايه، تبدأ تعرف ازاي القلب ده او ازاي الدم هيتنقل، ازاي القلب بينبض، طب هو النبض الصحيح كام، طب الضغط بتاع الدم ايه، طب هي ايه الاوعيه الدمويه اللي في جسمي، قطع الشرايين وكاتنج ناو والحاجات دي. تبدا تعرف ايه اللي بيحصل معانا النهارده ان شاء الله. مواضيع من امتع ما يمكن، سيبك ان هي في ماده الاحياء، سيبك من الاحياء خالص. هتبدا تعرف تفاصيل جسمك، تبدا تعرف ربنا سبحانه وتعالى قدرته قد ايه في خلق القلب، وان هو بيتكون وبيشتغل وبيعمل ايه، ويروح الدم بيجي منين ورايح فين، والدنيا دي كلها في سيستم، في جهاز مقفول اسمه الجهاز الدوري. طب يلا بسم الله. النقل في الانسان، النقل في الانسان زي ما كنا بدانا في النقل في النبات هبدا في الانسان. يعني ايه؟ عايز اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى برضو مقسم الكائنات لاثنين. لو انت جيت بصيت معايا كده هتلاقي ان تحصل الكائنات الحيه على الطاقه اللازمه في صوره طعام يتم هضمه ثم امتصاص المواد، ده بتاع الباب الاول. وبعدين بعد ما نمتصها لازم ننقلها. طيب يا احمد الكائنات في نوعين، قال لك ان في حيوانات صغيره وحيوانات كبيره، يعني بمعنى اصح يا اولاد ان في كائنات اوليه وفي كائنات معقده. الكائنات الاوليه فقيره زي النبات، فاكر ما معهوش، هيعتمد على خاصيه ايه؟ هيعتمد على خاصيه الانتشار. فالراجل هنا قال لك نفس الكلام، البروتوزوا والهيدرا هتنقل الغازات التنفسيه والمواد الغذائيه بخاصيه الانتشار، بخاصيه ايه؟ الانتشار. انما تعالى بقى على الكائنات المعقدة، تعال على الإنسان، لا ده الإنسان لازم يكون عنده جهازين، الجهاز الدوري والجهاز الليمفاوي. أما الحيوانات الأكبر بيقول لك إن يتم النقل بواسطة أجهزة متخصصة ولا يصلح النقل بالانتشار. خلاص دي بقى كائن معقد، بقت الخلايا بتاعته كترت كتير، فبالتالي هيستخدم الأجهزة بتاعته. إنما الإنسان لا، ده موضوعنا النهارده. الانسان يا اولاد لازم له تعاون ما بين جهازين، جهاز اسمه الجهاز الدوري وجهاز اسمه الجهاز الليمفاوي. لو انا وصلت للليمفاوي اعرف ان انا خلصت. اتفقنا على كده؟ طب يلا بسم الله. احمد ممكن تقول لنا هو الجهاز الدوري، الجهاز الدوري بينقسم لايه؟ الجهاز الدوري يا اولاد بينقسم الى 3. الراجل ده اللي انت بتعتبره مهزأ دايما في كل الاحوال، وعلى فكره هو ملوش دعوه، يعني ما تظلمش الراجل ده معاك. تحب حد تكره حد، ده ملوش دعوه والله، ما تظلموش معاك. كل قراراته غلط لو انت ماشي وراه، كل تفكيره غلط لو انت ماشي وراه، وده ما ينفعش، خلي بالك. بس الراجل ده آلة بتضخ الدم، الراجل ده الدم بيروح من هنا لهنا 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 يطلع يخش تاني، ده طرق بسم الله ما شاء الله هناخدها دلوقتي. فما تظلموش معاك، ها يعني كون ان انت مهزأ في حاجه ما تجيبهاش في الراجل ده، الراجل ده ملوش دعوه. طب يلا بسم الله، تعالى نتكلم بشكل كده يا اولاد بسيط او بشكل عام بدايه كده عن الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم اللي هم الجهاز الدوري. يبقى اول حاجه كده لازم عشان يحصل تعاون او عشان الانسان ينقل لازم جهازين، جهاز اسمه الجهاز الدوري والجهاز الثاني اسمه الجهاز الليمفاوي. الجهاز الدوري يا اولاد بينقسم الى 3، بس قبل ما اقول لك الثلاثه لازم تبقى عارف ان الجهاز الدوري لازم يكون في نظام مغلق. لازم يكون في نظام ايه؟ مغلق. يعني مثلا ادي بيكون مثلا عندك القلب، والقلب يخرج منه الدم ويرجع له تاني، ما ينفعش يبقى في فتحه في النص، لا الكلام ده ما ينفعش. هل انت عمرك الدم مشي عندك في جسمك خرج لك من عضو تاني؟ لا، ما يخرجش من عضو تاني. هو الراجل زي ما الدم هيخرج له زي ما الدم هيرجع له تاني. خلاص يا عم اتفقنا؟ خلاص جميل. يبقى الجهاز الدوري لازم يكون في نظام مغلق. لازم يكون في نظام ايه؟ مغلق. الجهاز الدوري بينقسم الى 3، بسم الله المعدوم عند البعض وهو الدم، وعندك تاني المهزأ الكبير وهو القلب، وعندك ثالث حاجه وهي يا اولاد الاوعيه الدمويه. الاوعيه الايه؟ الدمويه. خلاص جميل قوي. احمد كلمنا كده از جنرال او بشكل عام عن الثلاثه. الدم يا اولاد عند حضرتك في جسمك حوالي من 5 الى 6 لتر، من 5 الى 6 ايه؟ لتر. طيب احمد احنا بنروح نتبرع بالدم وبعدين ايه اللي بيحصل؟ الدم يا اولاد من 5 ل 6 ما ينفعش يقل عن النص. ليه الا عن النص؟ انت محتاج الدم يمشي في جسمك كله، ولازم يروح للراس كتير عشان خاطر يحصل حاجه اسمها اكسده الجلوكوز، يعني ان الراس دي تنتج طاقه تفكر وتعمل العمليات الحيويه. انت ما الا يعني انت كده اوامر ماشيه من المخ والراجل اللي اسمه الحبل الشوكي، دول يامروك تعمل الحاجه تعملها. خلاص اتفقنا؟ يبقى يا اولاد ان لازم الدم ما يقلش عن النص في جسمك. في ناس بيبقى عندها حاجه اسمها الانيميا. يعني ايه انيميا؟ نقص في الدم او فقر في الدم او في نقص في كرات الدم الحمراء، وهناخدها كمان شويه.
فبالتالي الدم في جسم حضرتك المعدل الطبيعي من 5 إلى 6 لتر، من 5 إلى 6 لتر. طيب جميل. تعرف إن المريض لما بيكون مثلا في مستشفى ويطلع الدكتور يقول لأقرب حد منهم الراجل اللي جوه ده كام ساعة وهيموت. طب ليه؟ أصله مات إكلينيكيا. دايما تسمع أنت اللفظ بتاع مات إكلينيكيا ده. يعني إيه مات إكلينيكيا؟ مات إكلينيكيا يا ولاد يعني المخ بتاعه وقف، خلاص الراجل ده عطل، الجهاز الأساسي عطل. طب وده شغال؟ ما هو كلها كام ساعة ولا حاجة وهيقف. يعني كده مات خلاص اكلينيكيا. احمد طب العكس؟ لا العكس بقى، لو الراجل ده وقف وده شغال ممكن نصحي ده تاني. طب ازاي؟ في حاجه اسمها الصدمات الكهربيه. لما تيجي تتفرج على افلام كده والبطل يغمى عليه وبتاع يرموه المستشفى بسرعه، يجيبوا الات كده يحطوها هنا بيعرضوا القلب حاجه اسمها صدمات كهربائيه. اصل نبض القلب لما نيجي نعرف كمان شويه، نبض القلب بيكون عن طريق الضربات الكهربائيه او المنشا رسائل كهربائيه، فبالتالي بنروح مديله صدمه كهربائيه، نعرض له صدمه فالقلب ده يقدر ان هو ينبض مره اخرى. طيب جميل، تعال نكمل تاني. يبقى عرفنا قصه ال5 ل6 لتر. فانت لما بتروح تتبرع بالدم اصلا الراجل لوحده يقول لك ايه؟ اقعد فتره ما تتبرعش بالدم تاني. اشمعنى؟ الدم في جسمك قليل وانت اتاخد منك دم كتير، فاستنى لحد ما جسمك يعوض الدم ده تاني. طب جميل. طب احمد هو الدم بتاعنا ده بيحتوي على ايه؟ قال لك والله يا اولاد الدم بيحتوي على 4 حاجات. حاجه اسمها البلازما، والثانيه اسمها خلايا الدم، وخلايا الدم 3. بسم الله. عندك حاجه اسمها كرات الدم الحمراء، كرات الدم الايه؟ الحمراء. الثانيه اسمها كرات الدم البيضاء. اما الثالثه يا اولاد وهي اسمها الصفائح الدمويه، اسمها الصفائح الايه؟ الدمويه. يبقى ده بشكل عام الدم من 5 ل 6 لتر بيتكون من حاجتين، البلازما وخلايا الدم. البلازما هنتكلم عنها، خلايا الدم 3، كرات الدم الحمراء، كرات الدم البيضاء، والصفائح الدمويه. يا جلاب المصايب، تعال تعال تعال. القلب. القلب عباره عن عضو عضلي اجوف. عضو عضلي اجوف. عضل. العضله دي توجد في المنتصف. استنى المنتصف ايه؟ احنا طول عمرنا عارفين ان انت في الحته الشمال. الحته الشمال يبقى انت كذاب على طول. تحب حد يقول انت في الحته الشمال انت بتكذب. القلب موجود فين؟ في المنتصف. بص يقول لك ايه؟ ويميل الى اليسار قليلا. يا سلام، تعبر الواحد انت عن الحب تقول له ايه؟ ده انت اللي في المنتصف وتميل الى اليسار قليلا. يا سلام، ملموسه جدا دي. انما تقول انت في الحته الشمال خلاص انت كذاب. يبقى القلب يوجد في المنتصف، عضو عضلي اجوف يوجد في المنتصف، يميل الى اليسار قليلا. ايه وظيفتك يا عم؟ اضخ الدم، بنقل الدم. طب جميل، وبعدين عايز تعمل ايه تاني؟ القلب يا اولاد ربك سبحانه وتعالى حاميه بحاجتين. اول حاجه ان القلب ده يقع خلف التجويف الصدري، يقع خلف التجويف ايه؟ الصدري. فاحنا نستعين بالراجل ده ونشوف الموضوع. زعل بس الناحيه بس كده. الموضوع ان ربك سبحانه وتعالى بيحمي القلب بطريقتين. الطريقه الاولى ان القلب يا اولاد يقع خلف التجويف الصدري. ده التجويف الصدري يا عم انت بقى، ده التجويف الصدري. وبعدين ورا العظمه دي، العظمه اللي في النص دي يا اولاد اسمها عظمه القص. فالقلب بيكون وراها. لما يجي الدكاتره يعمل قلب مفتوح لازم يفتح العظمه دي في النص ويجيب كده ويجيب كده عشان يقدر نوصل للقلب، لان احنا اتفقنا القلب يوجد في المنتصف ويميل الى اليسار قليلا، ويميل الى اليسار قليلا خلف عظمه القص. طب وبعدين؟ خلاص بص هنا بقى. وبعدين ان القلب ربنا سبحانه وتعالى بيحميه بحاجه تانية. بيحميه بايه تاني؟ القلب يا اولاد بيكون مغطى او في كيس كده متغلف بيه. كيس طبعا هو القلب ده بيضخ الدم، فمحتاج حريه الحركه، محتاج ان هو يتحرك كتير. طيب خلاص انت بقى متشكرين لحضرتك كده، تعالى كده لو عوزناك تاني هنجيبك. طيب نكمل. فاحنا دلوقتي بقول ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه ان القلب يوجد داخل التجويف الصدري خلف عظمه القص زي ما اتفقنا وزي ما شفناها مع الراجل ده. تاني حاجه ان ربك سبحانه وتعالى بيحيط القلب بكيس اسمه غشاء الطامور. غشاء اسمه غشاء ايه؟ الطامور. عشان الراجل اللي اسمه القلب ده ينبض براحته، يضخ الدم براحته. عشان كده ساعات بيبقى في مرض اسمه ميه على القلب. يعني ايه ميه على القلب؟ يعني الكيس ده فيه ميه. طيب مش هيعرف يتحرك براحته، يعمل مشكله. القلب بينبض كم نبضه في الدقيقه؟ قال لك هم من 60 ل 100، ولكن الراجل خد المتوسط الطبيعي 60 نبضه في 70 نبضه في الدقيقه. متخيل ان القلب بتاعك بينبض 70 نبضه في الدقيقه؟ طب ما تشوف كم في الساعه؟ 4200 نبضه في الساعه. شوف كم في اليوم، شوف كم في السنين اللي انت عشتها كلها. يا الله، شوف الرقم كام واقعد احسب وشوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى حاطط في جسمك حاجه المفروض تقوم كل يوم كده الحمد لله يا رب. لانك مش هتعرف ربنا غير وقت لما انت تتعب. وقت لما انت تتعب كده تبدا تعرف انا كان عندي القلب ده شغال، بوظته بالاكل،
اكل الدهون يعمل مشاكل، النوم المتقطع يعمل مشاكل، النوم اللي هو الصغير ده، السمنه والتخن والكسل يعمل مشاكل. ما انت حافظ عليك وحافظ على نشاطك وحافظ على صحتك. دايما تبص للناس الكبيره هنا لما يجيبوا 40 50 لازم يكون مصاب يا ضغط يا سكر. تعال شوف الناس بره، الناس بره بتلعب رياضه، بتعمل وبتعمل وبتعمل، قد يكون راجل عنده 60 70 سنه وفي صحه اكتر مني ومنك. ليه؟ محافظ على صحته، محافظ على اكله، ومحافظ على الرياضه بتاعته. طب تعال نكمل بسم الله. يبقى احنا قلنا ان القلب يقع عضو عضلي اجوف في المنتصف يميل الى اليسار قليلا، موجود في او ربنا سبحانه وتعالى حبيب بحاجتين. اول حاجه انه خلف التجويف الصدر زي ما شفناه، تاني حاجه انه محاط بغشاء اسمه غشاء التمور ليسهل حركته. القلب بينبض 70 نبضه في الدقيقه. القلب يا اولاد بينقسم الى 4 حجرات، بيسعمل حبايب الف. اصبر هنجيلهم دلوقتي. الأوعية الدموية عندنا 3 بسم الله. حاجة اسمها الشريان، والتانية اسمها الوريد، واللي بتربط ما بينهم اسمها الشعيرات الدموية. اسمها الشعيرات الايه؟ الدموية. جميل قوي 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 قوي. إذا دي البداية بتاعتنا. دي كده السكيمة أو السبورة الأولى اللي هتخليني أخلص الدرس الأول كله. حلو كده؟ هنتكلم عن كل واحدة في دول بالتفصيل. فتعالى بسم الله نبدأ نشوف القلب وبينقسم لايه والشريان والوريد، ولازم تركز معايا كويس قوي عشان لما نيجي ناخد الدورات الدمويه تلاقي الموضوع بسيط. يلا بسم الله. هنعمل كده ونجيب الرسمه بتاعه القلب الجميله بتاعتنا دي. هي حاجه مبسطه جدا تبدا ان انت تتعرف عليها يعني. بسم الله. احمد انت قلت اول حاجه ان القلب 4 حجرات صح؟ ايوه 4 حجرات. الاثنين اللي فوق بيكون اسمهم الاذينان. اللي فوق اسمهم ايه؟ الاذينان. اما اللي تحت اسمهم ايه؟ البطينان. طيب جميل. يبقى الراجل ده يا اولاد التشريح بيبقى كده، مكان ما انا واقف كده، ده يميني ده شمالي، هيبقى عكسك انت وانت شايف. فانا هاجي عند الراجل اللي فوق ده واكتب ده اسمه اذين ايمن. اسمه اذين ايه؟ ايمن. الراجل اللي تحت هيبقى اسمه بطين ايمن. شايف الحجره قد ايه؟ مش قلت لك يسعمل حبايب الف؟ تعالى من الناحيه الثانيه، الراجل ده هيبقى اسمه اذين ايسر. يبقى اللي تحت اسمه بطين ايسر. اسمه بطين ايه؟ ايسر. طيب جميل. يبقى احنا كده عرفنا الحجرات. ايه الاحمر وازرق اللي انت عامله ده؟ بص يا صديقي، في حاجه اسمها الشريان وفي حاجه اسمها الوريد. تعالى معايا كده. في حاجه اسمها الشريان وفي حاجه اسمها الوريد. سمي الله. يعني ايه شريان؟ يعني ايه وريد؟ الشريان يا ولاد هو اللي بياخد الدم من القلب يخرجه بره الجسم. الوريد العكس، بيلم. الوريد هيرجع الدم الى القلب مره اخرى. يبقى دي اول فرق ما بينهم. اتجاه الدم في الشريان قال لك خارج القلب، اما اتجاه الدم في الوريد داخل القلب. خلاص حلو قوي. يبقى انا عرفت ان الشريان هيبقى خارج القلب هياخد الدم لبره، الوريد هياخد الدم يرجعه تاني للقلب. طيب عرفنا على باقي الرسم او تفاصيل الرسم. طب يلا بسم الله. الاثنين اللي فوق دول يا ولاد ده اسمه وريد اجوف. كده انت بدات تجمع معايا. اجوف علوي اللي كان بيصب فيه الطريق الليمفاوي. اما الراجل اللي تحت ده اسمه اجوف سفلي، اللي كان بيصب فيه الطريق الدموي. حلو. اللي هيبقى خارج من القلب ده اكيد هيبقى اسمه شريان، هيكون اسمه شريان رئوي. من اسمه اكيد رايح على الرئه. الناحيه الثانيه ناحيه اليسار الشريان ده ان لم يكن هو الشريان الاهم وهو الشريان الاورطي، او ساعات يا اولاد في روايه اخرى بيسمى بالشريان الابهر. دي او دي. يبقى انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي. احمد في 4 تحت بعض هنا اسمهم ايه؟ دول اسمهم يا اولاد 4 اورده رئويه. اسمهم ال4 اورده ايه؟ رئويه. حلو كده. الرسمه دي مبسطه يعني بتجيب لنا النص اليمين والنص الشمال، انما الرسمه الصحيحه اوريها لك على الملزمه. طب تمام نكمل. فاحنا دلوقتي الدم يا اولاد هيخش القلب من خلال الاورده، لان احنا اتفقنا ان الوريد هيرجع الدم للقلب تاني. هيبدا يخش من وريد الاجوف العلوي والوريد الاجوف السفلي. بس استنى قبل ما ناخد التفاصيل محتاج اقول لك ان في 3 يمين 2 شمال 1 في النص. ايه ده؟ مش خطه هنلعب بيها، لا اصبر. 3 يمين ان الجزء الايمن يا اولاد هنا ده اسمه صمام ثلاثي الشرفات او الشرفات. حلو كده. في 3 فتحات. الناحية التانية في فتحتين بيبقى اسمه صمام ثنائي الشرفات او الشرفات. بس تخلي بالك بقى ان ساعات بيسموه اسم تاني وهو الاشهر ليه، الا وهو الصمام المترالي. ركز كويس قوي في الكلمة دي عشان بيلعب في الاسئلة كتير.
بيبقى اسمه الصمام الايه؟ المترالي. احمد انت قلت 3 يمين 2 شمال 1 في النص، ثلاثي الشرفات، مترالي او ثنائي الشرفات. اما اللي في النص يا اولاد سواء كان ده او سواء كان ده هيبقى يا اما باسم الشريان، يعني لو هو الشريان الرئوي هيبقى اسمه الصمام الرئوي، لو هو الشريان الاورطي يبقى الصمام الاورطي، او ساعات ليه اسمين تاني، يا اما بيبقى اسمه الصمام النصف دائري، او ساعات بيسموه الصمام الهلالي. بيسموه الصمام الايه؟ الهلالي. ليه؟ لان هو بيبقى بالمنظر ده. حلو كده؟ كل دي اسامي يلعب في الاسئله زي ما هو عايز، انت فاهم؟ طب جميل. وبعدين ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل كالتالي، ان الدم وليكن يا اولاد دخل جوه الاذين الايمن. عايزين لون تاني. الدم يا اولاد وليكن مثلا دخل جوه الاذين الايمن بقى هنا، وبعدين ايه اللي هيحصل؟ يبدا الدم ينزل من الاذين للبطين. بس استنى، خلي بالك احمد، في حاجه اسمها صمام، في باب ما بين الاذين وما بين البطين. نعمل ايه؟ افتح الباب، بس بتفتحه في حاله الانقباض. ركز معايا في الجمله دي، في حاله الانقباض. الاول ما اقول لك انقباض يعني الحجره بتدفع الدم. اول ما اقول لك انبساط يعني الحجره بتستقبل الدم. تاني، اول ما اقول لك انقباض يعني الحجره بتدفع الدم. يعني بص انا اقول لك ايه، ينقبض الاذين الايمن، يبقى الاذين الايمن ده هيدفع الدم للي تحته. ولما ينقبض الاذين الايمن افتح بقى الباب اللي ما بين الاذين وما بين البطين، فيفتح الصمام ثلاثي الشرفات وينزل الدم من الاذين للبطين. وبعدين مع اخر نقطه دم اقفل الباب وراك بسرعه، مش عايزين حد يخش ولا حد يرجع. يبقى وظيفه الصمام يسمح بمرور الدم ويمنع رجوعه. تاني كده، وظيفه الصمام يسمح بمرور الدم ويمنع رجوعه. ويمنع ايه؟ رجوعه. فالدم يكون هنا في البطين الايمن هنا. طب وبعدين طريقك ايه يا دم من البطين؟ اوعى تقول لي روح الناحيه الثانيه، لا، النص ده يشتغل لوحده والنص ده يشتغل لوحده، او النص ده يخرج الدم من مكانه والنص ده يخرج الدم من مكانه. هو اثناء الانقباض يعني لما اقول لك انقبض الاذين الايمن الراجل ده بينقبض معاه، والاثنين دول بينبسطوا مع بعض يعني بيستقبلوا من اللي فوق. انقبض الاذين الايمن يعني بيدفع الدم، يبقى الراجل اللي تحتيه في حاله انبساط يعني بيستقبل الدم. ماشي كده؟ يبقى انقبض الاذين الايمن مليان بالدم، يفتح الصمام ثلاثي الشرفات فينزل الدم للبطين، اذا البطين في حاله انبساط فيستقبل الدم. الدم فضل واقف هنا في الاذين اتملى بالدم، نعمل ايه؟ افتح الباب ده، خرج الدم بره ناحيه الشريان الرئوي. ناحيه الشريان ايه؟ الرئوي. فيندفع الدم من البطين الايمن للشريان. جدع لو انت كنت قلتها. افتح الباب. انهي باب؟ الباب ده اللي اسمه الصمام الرئوي. بس خلي بالك انه الدم نازل هنا، الصمام ده يكون مفتوح ده يكون مقفول. لازم ما هو الدم مش هينزل هنا يطلع فوق هنا على طول، لازم ده يتملي وبعدين ينقبض يروح لبره. اتفقنا على كده؟ وهكذا يا اولاد، هيروح عند الرئوي بعدين منه الى الرئه يرجع تاني يلف اللفه دي برضه. ركز بقى هنا معايا. الدم بعد ما يرجع تاني للاذين الايسر هينزل تحت للبطين الايسر. نفس الكلام اللي قلناه هنا هو اللي هنا. فالدم يروح للبطين الايسر. طب يا بطين يا ايسر انت هتودي الدم فين؟ انا هودي الدم للاورطي. بس خلي بالك بقى يا اولاد ان الاورطي، الصمام الشريان الاورطي بيودي الدم لمكانين، اما يودي الدم للراس او يودي الدم الى باقي اجزاء الجسم. الى باقي اجزاء ايه؟ الجسم. يعني دفعه البطين الايسر بتكون قويه جدا جدا، فضخة الدم من البطين في الشريان الاورطي لازم تبقى قويه. ليه؟ لان بيودي الدم لكل اجزاء الجسم ويودي الدم للراس. يعني لو الدم هيروح لرجلك فبيروح من ناحيه الاورطي. في سؤال هنا جميل قوي يقول لك مين اكتر الحجرات سمكا في القلب؟ يا ترى البطين الايمن ولا البطين الايسر؟ قال لي لا، استنى. البطين الايمن بيودي الدم فين؟ للرئه. قلب اهو، الرئتين اهم، مش محتاج زقه كبيره. البطين الايسر بيودي الدم فين؟ بيودي الدم للراس، بيودي الدم لباقي اجزاء الجسم، بيودي فوق وتحت. يبقى اكثر الحجرات سمكا هو البطين الايسر. هو البطين الايه؟ الايسر. بص بقى السؤال ده، بص السؤال ده. نمسح دي ونمسح دي ونعمل كده ونرسم كده وكده وكده، ونعمل دي كده ودي كده ودي كده، ونعمل دي ألف ودي ب ودي ج. ده سؤال يقابلك يقول لك أي الحجرات هنا تمثل البطين الأيسر؟ أحمد استنى، هي العلاقة دي ما بين إيه؟ ما بين السمك
وما بين الحجرات بتاعه القلب. حلو، ما بين السمك وما بين الحجرات بتاعه القلب. طب ركز معايا، اكثر الحجرات سمكا احنا لسه متفقين انه هيكون طبعا يا ولاد الف دي هتكون البطين الايسر. طب وبعدها ب، وبعدها طبعا يكون البطين الايمن، وبعدها الاذين. يبقى اكثر الحجرات سمكا هو البطين الايمن، اسف البطين الايسر، معلش حاجه عليا، هو البطين ايه الايسر، وبعديه البطين الايمن، وبعديه هات لي بقى الاذينان. خلاص يبقى انت وصلت معاك كده ان اول ما يديك اكثر الحجرات سمكا البطين الايسر، تاني اكثر الحجرات سمكا البطين الايمن. اتفقنا؟ كل ده اساسيات لازم تبقى فاهم كل كلمه، عشان خاطر لما نروح للدورات الدمويه تبقى عارف منين بيودي على فين. اتفقنا يا اولاد؟ طيب يلا بسم الله. نخش على حاجه تانية الا وهي النبضه بتاعه القلب. بص يا عم، القلب احنا اتفقنا ان هو في العادي انه هينبض 70 نبضه في الدقيقه. 70 نبضه فين؟ في الدقيقه. طب انا عايز اعرف آلية النبضه دي هتحصل ازاي؟ او القلب ده بينبض ازاي؟ يلا يا عم سمي الله. تعالى بص، احنا هنعمل كده، دي الرسمه العاديه، دي الرسمه بتاعتنا احنا بنشتغل عليها. طيب بسم الله، فاحنا هنطبق دي على دي ان شاء الله باذن الله. طيب يلا بينا. اتفقنا ان اذين ايمن بطين ايسر، اذين ايسر بطين ايسر. فانا عايزك تتفق معايا في حاجه، ان ضربات القلب يا اولاد ممكن تزيد وممكن تقل. ففي حالات الخوف بتاعك والتوتر ما تتوترش، ما تخافش. ليه؟ اوقات التوتر قد يصل نبضات القلب الى 160. يعني مثلا بيلعبوا مسابقه ولا حاجه وانت خايف، الخوف يزود من ضربات القلب، الادرينالين عندك يعلى. ايه؟ طب استنى، مين مننا ما جريش وراه كلب في الشارع؟ انت لما الكلب بيجري وراك ايه اللي بيحصل؟ بتطير. ليه؟ الادرينالين عمل لك حرق للجلوكوز، بعدين زود لك من ضربات القلب، طلعت انت تجري اسرع من صلاح. طيب دلوقتي انا عايز اعرف امتى القلب يزيد امتى القلب يقل، وضربه القلب اصلا منشأها ايه؟ بص يا عم سمي الله. بيقول لك ان ضربات القلب اما انها تزداد او ممكن انها تقل. فاحنا هنحكي قصه صغيره حزينه بسيطه جميله. بيقول لك ايه بقى؟ في ناس العيال بتوع اولى ثانوي وثانيه ثانوي والحاجات دي بيروحوا الدروس، ففي درس من الدروس تلاقي الواد ده جاي ايه؟ بسم الله ما شاء الله اكبر، ممكن يبقى لابس بدله شاري، لابس احلى حاجه عنده واغلى حاجه عنده، وبعدين يبقى سارق جزمه، يبقى سارق برفيوم جاي له ريحته ماليه القاعه، وقاعد جاي بيركز في الدرس، ماشي كده، فهو قاعد بيركز على الدرس يعني. فكده ايه؟ الدرس جه يفرح، الدرس اتشرح كويس يعني يفرح. ليه؟ اصل في عصب بيعمل على زياده ضربات القلب، وهو العصب ده زي الواد بالظبط، اسمه العصب السمبثاوي. لا خدها كلها على بعضها، خدها كلها على بعضها، ماليش دعوه بالواد، اسمه العصب السمبثاوي، ماشي كده، اسمه العصب ايه؟ السمبثاوي. طيب ما جاش الدرس، ما اتشرحش الدرس كويس، يبقى قاعد يا عيني زعلان، خلاص كل اللي انا عملته ده في الاخر الدرس ما يبقاش كويس. وبعدين يبقى قاعد قلقان في حيره كبيره، اصل اللي بيقلل من ضربات القلب اتصال بعصب اسمه العصب الحائر. قاعد يا عيني حيران، يا ترى الدرس ما جاش، الدرس ما اتشرحش، الدرس ما كانش كويس النهارده. المهم ما علينا. في حالات الفرح، في حالات التوتر، وفي حالات الخوف تزيد من ضربات القلب. حلو كده، تزيد من ضربات القلب. في حالات الزعل، لما بتبقى ساد وزعلان وحزين وتتراكم عليك همومك، العصب الحائر هيشتغل ويقلل من ضربات القلب. وكمان يا ولاد اثناء النوم، لما انت تيجي تروح تنام تبدا ضربات قلبك تهدى، وبعد ما تهدى تنام، لما تيجي تصحى تبدا ضربات قلبك تزيد. عشان كده يا ولاد لما تيجي تقرا تبص على قرايه مثلا القلب ولا حاجه، ويجي يقول لك هي دي فين ضربات القلب، مثلا القرايه دي اعلى حاجه، يبقى كده الراجل ده بيعمل نشاط، الراجل ده قلبه بينبض بسرعه، نشاطه عالي، الكهربائيه بتاعته عاليه. فبالتالي ان القلب بينبض هنا اسرع. فانا عندي عصبين، السمبثاوي والحائر، السمبثاوي يزود والحائر يقلل. طيب احمد مين بقى اللي بتعمل الكلام ده كله؟ قال لك يا اولاد ان المتحكم في ضربات القلب هي المتحكم ومنشئ ضربات القلب عقده اسمها العقده الجيب أذينية. اسمها العقده الجيب ايه؟ أذينية. طب تعالى بقى بسم الله نشوف موضوع العقده الجيب أذينية ونشوف موضوع القلب ده. طب يلا. العقده الجيب أذينية هي عباره عن ضفيره من العضلات، شوف ربك سبحانه وتعالى ضفيره من العضلات حاططها هنا كده
في جدار الاذين الايمن. ده فينها جوه؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها العقده الجيب اذينيه. اسمها العقده الجيب ايه؟ اذينيه. جميل. فالعقده الجيب اذينيه هي منشأ ومنظم ضربات القلب، هي اللي بتنشئها وهي اللي بتنظمها لو اتصلت بالحاره او اتصلت بالسمبثاوي. فالعقده الجيب اذينيه تبدا تبعت الرساله الكهربائيه لجارها، جاري جاري حته سكره اعمل يلا يا اذين ايمن الى الاذين الايسر، يلا بينا ننقبض، يلا بينا ننقبض. فالاشاره العصبيه تتبعت من الاذين الايمن الى الاذين الايسر. طب احمد والبطين ملوش نفس، ما القلب كله بينبض واحده واحده. يا ده استنى اصبر، في هنا وسيله مواصلات هنا كده بالظبط ما بين الاذين وما بين ايه؟ البطين. كمان عقده اسمها العقده الاذينيه البطينيه. اوعى تمل مني. عقده اذينيه بطينيه، زي ما في عقده جيب اذينيه عند الاذين، عقده اذينيه بطينيه هتوصل الرساله ما بين الاذين الى البطين. دي شغلتها. طلبنا تاكسي يودي الرساله بتاعتنا من الاذين للبطين لتحت، وبعد ما اول التاكسي يوصل، انا يا جماعه وصلت البطين، مين هياخد مني الرساله دي؟ تيجي واحده تقول له انا موجوده هنا ما بين البطين وما بين البطين الثاني. اسمها الياف، اسمها الياف هس. اسمها الياف ايه؟ هس. طب وبعدين هتعمل ايه الياف هس؟ قال لك يا عم الموضوع سهل، مش ده البطين الايسر؟ وده البطين الايمن. جميل. انا اعرف المسؤوله عن اللي بتخليهم ينقبضوا. مين يا ست المسؤوله؟ قالت لك حزمه اسمها حزمه بيركينج. اسمها حزمه ايه؟ بيركينج. يبقى بالترتيب كده يا ولاد، العقده الجيب اذينيه، العقده الاذينيه البطينيه، الياف هس، حزمه بيركينج. يبقى المسؤول عن انقباض البطينان هي حزمه بيركينج. هي حزمه ايه؟ بيركينج. مين اللي بيودي الرساله من الاذين للبطين؟ العقده الاذينيه البطينيه. فانا ممكن اجيبها لك في صوره اسئله. ضفيره من العضلات منشأ ومنظم ضربات القلب. منشأ ومنظم تبقى العقده الجيب اذينيه. ضفيره من العضلات تنقل الرساله من الاذين للبطين. ضفيره من العضلات يبقى عقده. مين العقده الثانيه؟ العقده الاذينيه البطينيه. اتفقنا على كده يا اولاد؟ اتفقنا. الموضوع بسيط وسهل وجميل وممتع فوق ما انت تتخيل. يبقى احنا كده خلصنا القلب بكل حاجه فيه، بالغشاء، بالشرايين، بالوريد اللي فيه، بكل حاجه. تعال نخش على موضوع تاني الا وهو الدم. مش احنا كنا اتفقنا ان الدم عباره عن حاجه اسمها بلازما الدم وكرات الدم الحمراء، كرات الدم البيضاء والصفائح الدمويه. تعال نتكلم يا صديقي العزيز على الدم. بسم الله. الدم بيتكون او في جسم الانسان اتفقنا انه من 5 ل 6 لتر. الدم لونه احمر. ما احنا عارفين. الدم بيوصل في جسمك كله، هو اللي بينقل معظم، ما قلتش كل. احمد انت ليه ما قلتش كل؟ لاني اذكى خلق الله يا بحر العلم في الطريق الليمفاوي برضو كان بينقل الدهون والاحماض الدهنيه وما يذوب فيها من فيتامينات كده KEDA. ماشي كده؟ فركز في دي كويس قوي. فاحنا كنا بنقول ان الدم هينقل معظم المواد من 5 ل 6 لتر. بيتكون من اول حاجه الا وهي البلازما. الا وهي ايه؟ البلازما. طيب احمد ايه البلازما دي؟ البلازما يا اولاد هو سائل بيتكون من حجم الدم حوالي 54%. ايه ده؟ اكتريه الدم بلازما؟ اكتر من نص الدم بلازما. ده البلازما دي مهمه. طبعا مهمه. اصل البلازما دي يا اولاد قال لك ان 90% منها ميه. 90% من البلازما دي ميه. و7% بروتينات. و7% ايه؟ بروتينات. طيب ايه هم يا عم البروتينات دي؟ بسم الله. ادي 1 2 3. عندك بروتين اسمه الالبيومين. بروتين اسمه البيومين. البروتين الثاني اسمه بروتين جلوبيولين. اسمه ايه؟ جلوبيولين. البروتين الثالث اسمه الفايبرينوجين. حلوة قوي قوي قوي. يبقى انا عندي كام بروتين؟ 3. الالبيومين، الجلوبيولين، الفايبرينوجين. اللي عندك فيهم يا اولاد هو ده. بس سامحني تعالى ندردش في الاثنين التانيين. لما تيجي تاخد دواء والدواء ده عايز يمشي في جسمك كله يوصل للعضو المعين، للهدف المعين، لازم عن طريق الاثنين دول الالبيومين والجلوبيولين. بالاضافه الى ان الجلوبيولين ده بروتين مناعي يعمل لك في المناعه ان شاء الله باذن الله قصته كامله في ثالثه سنه. اتفقنا على كده؟ ده بخصوص الالبيومين اللي هو كان بروتين بسيط خدته انت في سنه اولى. كان البروتينات بسيطه ومرتبطه. البسيطه كان الوحيد الالبيومين وكان موجود في بلازما الدم لو انت فاكر.
الفايبرينوجين يا اولاد بيساعد على التجلط الدموي، بيترسب على هيئه خطوط او خيوط. انت يا اولاد لما يظهر لك، لما تتعور ويبقى في جلدك كده تعويره، بيتكون حواليها قشره. الخيوط بتاعت القشره دي هي عباره عن بروتين الفايبرينوجين. فانت لما تطلع لك القشره دي ما تشيلهاش، وهنتكلم عن الموضوع ده قدام شويه. طيب ايه تاني موجود في البلازما؟ قال لك يا ولاد ان في 2% و1% في مواد غير عضويه، مواد غير عضويه. وعندي تاني حاجه اسمها مواد اخرى. خلاص بقى، لو في فضلات او في حاجه، في انزيمات، في هرمونات، في اي حاجه تمشي هنا مع الدم طبيعي. ده لو بنتكلم عن البلازما. طب احمد انت عايز تتكلم عن ايه تاني؟ انا عايز اتكلم يا ولاد عن كريات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدمويه. يلا سمي الله، ركز بقى عشان بتيجي في الامتحان كتير قوي قوي قوي. يلا بسم الله. 1 كرات الدم الحمراء. 2 كرات الدم البيضاء. ومعانا اخر حاجه الثالثه، الا وهي الصفائح الدمويه. اهو صفائح دمويه. حلو قوي قوي قوي، مقارنه جميله قوي ما بين الثلاثه دول. اول حاجه الشكل. كرات الدم الحمراء بتكون دائريه ومقعره الوجهين. ومقعره ايه؟ الوجهين. عارف الغريبه بتبقى متداس عليها من فوق كده، هي بالظبط نفس المنظر ده، متداس عليها من فوق ومن تحت. مقعره فين؟ في الوجهين. طيب جميل. استنى اجل الشكل شويه عشان كرات الدم البيضاء ليها قصه كبيره هنتكلم عليها. تعال نشوف كل واحده فيهم بتنتج منين، مكان الانتاج. ما تيجوا يا اولاد نثبت حاجه اسمها نخاع العظام في الثلاثه. نخاع العظام في كرات الدم الحمراء، نخاع العظام في كرات الدم البيضاء، وبرده نخاع العظام في كرات الدم البيضاء، وبرده نخاع العظام في الصفائح الدمويه. ايه ده في الثلاثه؟ طب احمد ايه نخاع العظام ده؟ ارجع لفيلم ابو علي على طول، لما كانوا قاعدين بياكلوا هما الاثنين وهو ماسك العظم بتاع الكوارع وعمال شغال، وهي راحت قرفه وطلعت تجري. ليه؟ الراجل بياكل نخاع العظام، مهم جدا، بيكون له كره دم حمراء وبيضاء وصفايح، يبقى مهم، هي اللي قرفت. طيب كمل. في حاجه تاني؟ استنى، انا هنا يا اولاد في كرات الدم البيضاء عندي كمان عضو اسمه الطحال. اسمه ايه؟ الطحال. يبقى انا عندي كرات الدم الحمراء، كرات الدم البيضاء، الصفائح الدمويه، الثلاثه من نخاع العظام. بس هتيجي عند كرات الدم البيضاء وتروح مزود لي الطحال، تروح مزود لي ايه؟ الطحال. اتفقنا. طب يلا يا احمد كمل. نخاع العظام، وهنا زياده الطحال. تاني حاجه عايز تعمل ايه؟ تاني حاجه عايزك تعرف العدد. ان العدد يا اولاد في الذكر كرات الدم الحمراء من 4 إلى 5 مليون في الملي جرام الواحد من الدم. يا الله، من 4 ل 5 مليون في الملي جرام الواحد من الدم. ايوه، شوف قدره ربنا سبحانه وتعالى يا اولاد. كل دقيقه بينتج مليون كره دم حمراء جديده. شوف انت اتفرجت عليها كام دقيقه لحد دلوقتي، حاجه في منتهى العظمه. طيب احمد انت ليه كتبت ذكر؟ هي بتفرق؟ اصل في الانثى بيكون من 4 ل 4.5. ايه ده؟ احمد بقى تروح عاملين كده، احمد تقصد ان احنا ما عندناش دم؟ هو كده بس في العادي ان الانثى بتفقد دماء بسبب الدوره الشهريه. فالموضوع ده بيأثر على كرات الدم الحمراء، بيقلل. عشان كده تلاقي من الناس كتير منهم مصاب بالانيميا. الانيميا يعني نقص في كرات الدم الحمراء ونقص في الدم. فبالتالي يا اولاد الدوره الشهريه بيفقدوا دماء كتير. فهو الموضوع ده. انما اللي جه في بالك اول ما قلت ما عندناش دم وبتاع ده كده. المهم، كرات الدم البيضاء احمد عايزين نعرف عددها كام. قال لك كرات الدم البيضاء من 7 يا جدع انت امسح اهو، ودي كمان معاك يا عم خد دي. قال لك من 7 الى 11,000. يا الله، جيش. كل ده على فكره في الملي جرام. من 7 ل 11,000. طب بص بقى، لما كان بيجي فيروس كورونا كان بيخلي الراجل ده حوالي 2000. شوف، عارف انت لما يكون معاك جيش، يلا يا رجاله، يلا معايا 11,000 جندي، تبص تلاقيهم 2000. ايه الرجاله راحت فين؟ فخلاص بقى. فلما فيروس كورونا كان بيجي يا اولاد هو متحور، كل مره يجي يديك على قفاك، طب ليه؟ هو مش جسم المفروض يضد الكلام ده؟ لما انت وانت صغير لما كنت بتاخد الحقن اللي هي ضد شلل الاطفال، ضد الحصبه، ضد الحاجات دي، كان بيبقى الموضوع ده ان احنا بنديك الفيروس او بنديك المرض وهو في اخره خالص، وهو بيفرفر نهائيا. ليه؟ عشان جسمك يبدا يكون حاجه اسمها الاجسام المضاده، يبدا يكون حاجه اسمها ايه؟ الاجسام المضاده تضد الفيروس ده لو جالك تاني.
لان احنا عارفين شكله، انما فيروس كورونا اسمه متحور كل شويه بيجي مختلف. طيب ايه الصفائح الدمويه؟ قال لك عددها 250,000. عددها ايه؟ 250,000. بيسموا كرات الدم الحمراء يا اولاد RBC، بيسموا كرات الدم البيضاء WBC. لما تيجي تمسك تحليل دم وتشوف كده كرات الدم الحمراء تلاقي مكتوب RBC، فتلاقي المكتوب العدد المتوسط بتاعها طبيعي كام، الافريج كام، وانت عندك العدد بتاعك كام، فانت تقيس تشوفه قليل ولا كبير. لازم يا حبيبي انت بتدرس الحاجات دي، فخلاص ابدا علم من نفسك شويه، ابدا امسك تحليل دم عندك في البيت واقعد اتفرج شويه عادي، درب نفسك، لعل وعسى في يوم من الايام تبقى انت الدكتور ده. اتمنى من ربنا يا رب يا رب يا رب اي حد فيكم يوصل للي نفسه فيه، علم رياضه، علم علوم، ادبي، اي حاجه، ادبي برضه معانا، اي طالب في الدنيا يوصل اللي هو نفسه فيه يا رب باذن الله، بس انت تعب. يلا نكمل. يبقى كرات الدم الحمراء اتفقنا على العدد، البيضاء العدد، والصفائح العدد. بعد كده عايز اعرف يا اولاد هي بتعيش كام يوم؟ بتعيش كام يوم؟ قال لك ان كرات الدم الحمراء اخرها 4 شهور، يعني حوالي كده يا اولاد 120 يوم. بتعيش قد ايه؟ 120 يوم. كرات الدم البيضاء قال لك بتعيش من 13 الى 20 يوم، يعني من حوالي كده من اسبوعين ل3. اما الصفائح الدمويه هي اخرها بتعيش 10 ايام. احمد هو مش الموضوع ده قليل شويه؟ يا ولاد ما هو احنا عايزين في الدم كل شويه يتجدد الخلايا دي، الخلايا دي كل شويه تتجدد. ليه؟ مش عايزين خلاص ناس عجوزه 4 شهور يبقى انت عجزت كبرت على السن اطلع معاش، بيبقى اسمها كرات الدم الحمراء الهرمه او المسنه كبيره في السن. احنا عايزين شباب كل شويه 13 يوم وروح خلاص، لعل وعسى انت فيك ميكروب انا ما اعرفكيش. من رحمه ربك سبحانه وتعالى ان في سنه ثالثه ثانوي هتعرف الباب بتاع المناعه في خلايا بتنتحر لو جواها الميكروب مش قادره ان هي تسيطر عليه، مش قادره ان هي تقتله، بتروح بلعاه وانا هنتحر خلاص. ما هو مش هتاذي الواد ده والله. شوف قد ايه رحمه ربنا سبحانه وتعالى. طب نكمل. يبقى من 13 ل 20 يوم، هنا 10 ايام. وعرفت العدد، تعال نعرف الاشكال. اتفقنا ان كرات الدم الحمراء مقعره الوجهين. كرات الدم البيضاء يا ولاد قال لك ليها عده اشكال، بس ركز معايا بقى. في من كرات الدم البيضاء حاجه عامله كده 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 شبه السماعه شويه، وفي حاجه عامله كده، وفي حاجه عامله كده، وفي حاجه كمان عامله كده. دي اسمها كرات دم حمراء حامضيه، ودي اسمها كرات دم حمراء قاعديه، ودي اسمها متعدده الانويه او التفصص، ودي كان بيبقى اسمها الجذعيه. والجذعيه بتنقسم الى 3، بتديني خلايا ولاد اسمها البائيه، بتديني خلايا اسمها التائيه، بتديني خلايا اسمها القاتله الطبيعيه NK. بيكون يا ولاد عندهم خاصيه اسمها خاصيه البلعمه. خاصيه الايه؟ البلعمه. يعني ايه يا احمد بلعمه؟ شوف يا ولاد ربك سبحانه وتعالى. دلوقتي كرات الدم الحمراء 4 شهور وانتهت، موتي بادبك. طب هي بتموت بادبها بتروح فين؟ بتروح للطحال. اكتب عندك المعلومه دي. الطحال هو مقبره كره الدم الحمراء. الطحال مقبره كره الدم الحمراء. لما كره الدم الحمراء تموت تروح تدفن في الطحال على طول. حلو، اتدفنت في الطحال. الطحال هيعمل ايه؟ هيبدا يرجعها تاني لاساسياتها. يعني ايه يرجعها لاساسياتها؟ كره الدم الحمراء يا اولاد عباره عن هيموجلوبين. يعني ايه هيموجلوبين؟ يعني حمض اميني بروتين زائد حديد، او حمض اميني زائد حديد. الحمض الاميني يروح لنخاع العظام، عايزين نكون كرة دم حمراء جديدة. طب والحديد؟ الحديد يا ولاد يطلع رحلة إلى الكبد. الكبد أيوه، عشان يساعدوا في تكوين العصارة الصفراء. بقول لك إيه؟ أنا ممكن أقول لك سؤال. يساهم كرات الدم الحمراء في هضم الدهون. إيه ده؟ إيه اللي جاب دي؟ ينفع. لما كرة الدم الحمراء تموت في الطحال، مقبرة كرة الدم الحمراء الطحال، هيحللها للاجزاء بتاعتها حمض اميني وحديد. الحديد يطلع على الكبد يساعده في تكوين العصاره الصفراويه. الله. طب كمل. كرات الدم الحمراء مش هتموت 4 شهور انا قاعده جوه الواد ده. يعني ايه 4 شهور؟ لا انا اقامتي هنا 5 6 يا وليه خلاص خلي عندك دم. هم 4 شهور وهنكون جديد. لا انا قاعده، انا هتصرف. مين اللي هتتصرف؟ كرات الدم البيضاء. هتعملي ايه يا كرات الدم البيضاء؟ قالت لك استنوا بقى عليا بقى، انا هخلصكم الليله دي خالص. طيب ماشي، هتعملي ايه؟ بيقول لك ان في خلايا اسمها الخلايا البلعميه. هتعملي ايه خلايا بلعميه؟ خلايا البلعميه يا اولاد وليكن بيكون شكلها بالمنظر ده، وفيها النواه. بالمناسبه ان كره الدم الحمراء بتكون خليه يعني جواها نواه. اما العلماء بيتخانقوا على دي، انه وهي صغيره بيبقى فيها نواه، بعد ما تكبر النواه بتتلاشى. طب نعمل ايه؟ قال لك سميها كرات الدم الحمراء. كتاب المدرسه قال لك ما فيهاش نواه، خلاص احنا معاك، انما دي فيها نواه.
فتبدا يا اولاد ان الخلايا البلعميه دي يبقى يكون قريب منها كده كره الدم الحمراء، فتبص تقول لها ايه؟ تعالى يا كره دم حمراء، تعالى. تقول لها لا يا كره دم حمراء تعالى، ما تخافش، اوعى تخاف. اصدقها؟ صدقها، وايه يعني؟ هيصدقها، طيب على نياته هيصدق البت اللي اسمها كره الدم البيضاء دي، فيروح مقرب منها، يجي هنا تقول له ايه؟ هات حب. سلام على الحب، ومن الحب ما قتل. قتل؟ ايوه من الحب ما قتل، اصل ايه هتاخده بالحضن مش حبا فيه. هتعمل ايه يا احمد؟ بص يا اولاد، بص 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 المنظر اللي انا هعمله ده، بص شيل لي النواه دي كمان معاك. بص يا اولاد، هتبقى الخليه بالمنظر ده، نفس المنظر اللي احنا كنا راسمينه، وادي النواه بتاعتها، وادي كره الدم الحمراء. اهلا حبيبي بالحضن. طب وبعدين ان كرات الدم البيضاء السنه اللي فاتت قلت لك ان هي بتحتوي على عضيه مهمه قوي اسمها اللايسوسومات، واللايسوسومات بتفرز انزيمات هاضمه. سلام. شفت الحب يوصل قد ايه؟ شفت الحب؟ خدتها بالحضن، كان الحضن الاخير خلاص، اخر حضن في الدنيا. عملت لها عمليه فيما يسمى بالبلعمه، بلعتها، قضت عليها. يبقى كرات الدم البيضاء وظيفتها ان هي بتهاجم الميكروبات، جيش الدفاع اللي في جسمك، ان هي بتعمل على تفتيت كريات الدم الحمراء الهرمه او المسنه عن طريق عمليه البلعمه. عايز اقول لك يا اولاد ان الوعاء الدمي سواء كان شريان او وريد، فلازم البودي جارد اللي هي اسمه كرات الدم البيضاء دي يبقى على جانبي الشريان او الوريد. لازم الباشا معدي، الدم باشا معدي، لازم نظبط له الطريق. فبالتالي ان كرات الدم البيضاء مهمه جدا جدا، الجيش اللي في جسمك، جيش المناعه اللي في جسمك. طيب احمد بالنسبه للاخت دي بتعمل ايه؟ الاخت دي يا اولاد بتساعد الصفائح الدمويه، بتساعد على تجلط الدم. بتساعد على ايه؟ تجلط الدم. لك ان تتخيل ان في ناس التجلط الدم بتاعها او الصفائح الدمويه، فالصفائح الدمويه بتساعد على تجلط الدم. يعني ايه تجلط الدم؟ توقف النزيف. اول ما تتعور الصفائح الدمويه دي هتعمل فيلم عظيم هنقوله كمان شويه بعد ما نخلص الجزئيه دي. طيب اتفقنا. وبعدين يا اولاد عايز اقول ان كرات الدم الحمراء اتفقنا ان هي الهيموجلوبين، والهيموجلوبين يا اولاد اما ان يرتبط بالاكسجين اما ان يرتبط بثاني اكسيد الكربون. ففي حاله ان الهيموجلوبين ارتبط بالاكسجين بيبقى اسمه اوكسي هيموجلوبين. ركز في المصطلحات دي كويس قوي معايا. بيبقى اسمه ايه؟ اوكسي هيموجلوبين، او ساعات بيسموه بالدم بالدم المؤكسج. بالدم الايه؟ المؤكسج، يعني بيحتوي على الاكسجين. اما ثاني اكسيد الكربون يا اولاد بيكون اسمه كربامينو هيموجلوبين، او ساعات بيسموه كربوكسي هيموجلوبين، بس الاسم المشهور اكتر بيبقى اسمه دم غير مؤكسج. بيبقى اسمه دم ايه؟ غير مؤكسج، لان كرات الدم الحمراء وظيفتها تبادل الغازات. الناس يا ولاد اللي بيبقى عندها انيميا دايما الدكتور ينصحها ان هي ما تسكنش في اماكن عاليه، في مرتفعات عاليه. ليه؟ كل ما بيطلع كل ما الاكسجين بيقل، وهو كرات الدم الحمراء اللي عنده قليله، فتعمل له مشكله في التنفس. الناس العاديه اللي ساكنين المرتفعات العليا بيكون عندهم كرات الدم الحمراء زياده. ربك سبحانه وتعالى انتوا ساكنين فوق الاكسجين قليل، فانا هزود لكم كرات الدم الحمراء. انما اول ما تتصاب بمرض دي اللي بتشتغل كرات الدم البيضاء. اول ما يبقى في تعويره في دم دي اللي تشتغل الصفائح الدمويه. يبقى تركز في المصطلحات دي. الاكسجين يعني دم مؤكسج، ثاني اكسيد الكربون يعني دم غير مؤكسج. يعني دم ايه؟ غير مؤكسج. طيب اتفقنا. تعال نخش على موضوع تاني اهم جدا جدا جدا، الا وهو الشريان والوريد. الشريان وايه؟ والوريد. طيب عشان تعرف الفرق ما بين الشريان والوريد تعالى نرسم القلب اللي احنا كنا راسمينه تاني اهو. اهو اقسم يا عم الراجل ده 4 أذين ايمن، ايوه كده، بطين برضو ايمن، الله اكبر عليك. فده اسمه أذين ايسر، ده اسمه بطين ايسر. واتفقنا ان الجزء ده هيبقى فيه كده، ادي 1 2 3 4. هب باللون الازرق واقول لك احنا ليه بنعملها ازرق وليه بنعملها احمر. اعمل كده. اتفقنا ان ده اسمه الرئوي، وادي 1 من فوق وادي 1 من تحت، اجوف علوي اجوف سفلي. طيب ماشي. رسمه الشريان والوريد هوريها لك في الملزمه لما نيجي نشتغل. طيب بسم الله. دلوقتي يا اولاد انا الشريان، تعالى يا عم نرسم والله ما هزعلك. ادي الشريان بيبقى بالمنظر ده كده كده
كده، وادي الوريد بيبقى كده. ايه ده احمد، في فرق ما بين هنا وهنا؟ طبعا هقول لك دلوقتي، يلا بسم الله. دلوقتي يا اولاد عايز اعرف مقارنه مهمه قوي ما بين الشريان وما بين الوريد. بص يا عم، الشريان اول حاجه اتفقنا ان اتجاه الدم بيكون خارج القلب، خلاص اتفقنا على كده، خارج القلب. اما الوريد بيكون داخل القلب. اتفقنا ان الدم نوعين، في دم مؤكسج وفي دم غير مؤكسج، صح كده؟ طيب عايز اعرف انهي شريان ولا انهي وريد في انهي دم. يعني اتفقنا ان دم مؤكسج وغير مؤكسج، عايز اعرف هو مين فيهم في انهي دم. طيب يلا بسم الله. ده اسمه وريد اجوف علوي، وده اسمه وريد اجوف سفلي. هيرجعوا الدم تاني للقلب عن طريق ان هما بيقابلوا نواتج الهضم. ومعنى ان هما قابلوا نواتج الهضم يبقى الوريد بيحتوي على ثاني اكسيد الكربون. بيحتوي على ثاني اكسيد الكربون. يعني ايه ثاني اكسيد الكربون؟ يعني دم غير مؤكسج. يعني دم ايه؟ غير مؤكسج. بقول لك ايه، ما تيجي نحط قاعده. ايه القاعده؟ بص يا عم، كل الأوردة تحمل دم غير مؤكسج ما عدا، حط تحتها مليون خط. أحمد ما عدا إيه؟ ما عدا وريد اسمه الوريد الرئوي. إيه ده؟ إشمعنى؟ بص يا صديقي، الدم هيخش من هنا وهنا بيحمل ثاني أكسيد الكربون جوه الأذين الأيمن، وبعدين الدم ينزل من الأذين للبطين. أصل في هنا صمام ثلاثي الشرفات، فينزل الدم من الأذين للبطين، فيروح من البطين يخش على الشريان الرئوي. اسمه شريان رئوي، يعني طبيعي ان هو يتجه كده يروح على الرئة على طول. وظيفة الرئة ايه؟ تبادل غازات. انت جاي لي شايل ثاني اكسيد الكربون، ترجع شايل اكسجين. تبادل غازات، ايوه. يبقى الدم اللي هيمشي في الاربع اوردة رئوية دم مؤكسج يحمل الاكسجين. يبقى كل الاوردة اللي في جسمك تحمل دم غير مؤكسج ما عدا الوريد الرئوي. بيني وبينكم النص ده كله أذين ببطين بوريد بشريان يحمل دم غير مؤكسج. الجزء ده كله أذين ببطين بشريان بوريد بيحمل دم مؤكسج. أحمر فاتح أحمر قاتم. الدم المؤكسج لونه أحمر فاتح، الدم الغير مؤكسج أحمر قاتم. طيب الدم دلوقتي هنا في الأذين الأيسر ينزل للبطين الأيمن، يخش على الشريان الأورطي أو الأبهر. يبقى كل الشرايين، بص أهو، كل الشرايين تحمل دم مؤكسج ما عدا برضو، لو انت صاحي هتعرف ما عدا ايه؟ ما عدا الراجل اللي هنا، ما عدا الشريان الرئوي. ما عدا الشريان ايه؟ الرئوي. جيبها لك بقى في الامتحان، الشريان الكبدي، الشريان الكلوي، اي شريان في الدنيا، ما هو كل دول جايين من الاورطي، والاورطي شايل دم مؤكسج، الا الشريان الرئوي. الشريان الرئوي بيحمل دم غير مؤكسج، بيحمل دم ايه؟ غير مؤكسج. طب اتفقنا. طب يلا، الوريد كل الاورده دم غير مؤكسج ما عدا الوريد الرئوي. ما عدا الوريد ايه؟ الرئوي بيحمل دم مؤكسج. طب جميل احمد. وبعدين يا اولاد ان الشريان بيكون اكثر سمكا من الوريد. بيكون ايه؟ اكثر سمكا من الوريد. ايه ده؟ اشمعنى يا احمد الشريان بيكون اكثر سمكا من الوريد؟ بص ده بيتخين قد ايه، ده رفيع. ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ بص يا عم، البطين الايسر اللي هو اكثر الحجرات سمكا بيدفع الدم لمين؟ للشريان. انهي شريان؟ الاورطي. فالاورطي بيزق الدم للجسم كله، بيدفع الدم للجسم كله، فبالتالي انا عايز حاجه تخينه. ليه؟ لان ضغط الدم داخل الشريان اعلى من الوريد. اهو هكتب كده ضغط الدم. هو يعني ايه ضغط الدم؟ يعني الزقه اللي هيزقها القلب للدم بتكون اعلى من اللي موجوده في الوريد. بتكون اعلى من الموجوده ايه؟ في الوريد. يبقى ضغط دم الشريان اعلى من الوريد. الشريان اكثر سمكا من الوريد، بس الوريد اكثر اتساعا من الشريان. بص مسار الدم هنا كبير، مسار الدم هنا صغير. اتفقنا يا اولاد؟ يبقى الشريان اكثر سمكا، تخين عن الوريد. تخين عن الوريد. ليه؟ عشان يتحمل ضغط الدم. ده مش كده وبس، ده الشريان بقول عليه نابض، بينبض، اما الوريد غير نابض. انت لو حد مثلا اغمى عليه ولا حاجه، تروح حاطط ايدك هنا بتشوف ايه ده؟ بينبض. الواد ده لسه عايش. ايه ده؟ هو ينفع القلب ينبض بعد ما الانسان يموت؟ ينبض لفتره بسيطه كده وبعدين يتوقف. فانت لما تعوز تشوف حاجه، مثلا عايز تقيس النبض من هنا، بتروح دايس جوه شويه. ليه؟ عشان اجيب الشريان. يا ولاد اللي بيبقى ظاهر قدام ايدك ده اسمه الوريد.
لما تيجي تشوف المكان ما بين الشريان وما بين الوريد، الشريان ربك سبحانه وتعالى دفنه داخل جدار العضلات، اما الوريد موجود بالقرب من سطح الجلد. اغلب الاورده موجوده بالقرب من سطح الجلد اهو، انت بتشوفها بعينك اللي انت بتسميها عروق، دي اسمها الاورده. حلو كده، كمل. في ايه تاني؟ في علل الشريان نابض بينما الوريد غير نابض، اقول له لوجود الياف عصبيه. لوجود الياف ايه؟ عصبيه. يبقى هنا في الياف عصبيه، هنا مفيش الياف عصبيه، ده غير نابض. تاني حاجه ان الشريان بيكون اكثر مرونه. ليه اكثر مرونه؟ عشان يتحمل كميه الضغط. طب الوريد بيكون اقل مرونه. ليه؟ عشان في حاجه بقى اسمها الياف مرنه. في حاجه اسمها الياف مرنه. اسمها الياف ايه؟ مرنه. هنا بقول تندر به الالياف المرنه. عارف يعني ايه تندر؟ يعني نادرا، قليل قوي جدا جدا لما الوريد يكون فيه الياف مرنه. ليه؟ بسبب الضغط اللي على الشريان. عندي هنا سؤال، انا كده خلصت شريان الوريد، عندي بقى سؤال مهم قوي. ليه لما تروح لدكتور بياخد منك التحليل من الشريان مش من الوريد؟ اسف، من الوريد مش من الشريان. يعني انت لما تروح كده راجل يروح حاطط الحقنه، ياخد العينه بتاعت الدم اللي هو عايزها، يلزق لك بلاستر، شربت كوبايه عصير او كوبايه لبن، الموضوع انتهى، اتعشت. طب هنعمل ايه؟ لا يا عم الموضوع بسيط، مش تعمل حاجه. كل اللي عليك تعمله ان انت تقول له سببين. ايه السببين؟ ان الوريد ضغط الدم فيه اقل من الشريان، ودي اتفقنا عليها. تاني بقى اقول له سهوله التئام الوريد عن الشريان. احمد يعني ايه سهوله التئام؟ يعني صديقي انت اول ما الراجل بيشيل الحقنه انت بتحط البلاستر، الموضوع بيخلص والوريد بيقفل. انما الشريان ناس محبين افلام الرعب والقتل والحاجات دي، لما واحد بيتقطع رقبته بيخرج منه نافوره الدم. في العيد لما يجي ناس تذبح، راجل يقول لك ابعد شويه كده، اصل اول ما بيذبح الدم بينطر، الدم بيمشي بسرعه، بيندفع بقوه. ليه؟ اصل هو قطع شريان. تعالى بقى للعيال بتوع الكاتنج، انا الان هقتل نفسي، تروح عامله كده تلمح اول نقطتين دم وتروح اغمى عليها، ماتت خلاص. بس بتتفاجئ انها بتصحى في الدنيا مش في الاخره. طب ليه؟ عملت ايه؟ اولاد هي قطعت وريد، قطعت اللي قريب ده، هي فاكره ان ده شريان، انا هقطع شراييني هعمل كده هموت. هي ما ماتتش، هي عملت كده قطعت وريد، لحقوا اهلها في المستشفى والموضوع اتلم عادي وصحيت وعاشت. انما هي ما وصلتش للشريان، لان هي لو وصلت للشريان دقايق وتتصف، خلاص الموضوع انتهى. هتتصفى وهي في لحظتها اتصفت، الموضوع سهل جدا. ليه؟ الشريان جاي بيودي الدم اللي جاي من القلب، ما بيصبش في حاجه، المفروض ان الدم ده هيرجع تاني تقابل حاجه اسمها الشعيرات الدمويه ما بين الشريان وبين الوريد، هي نقطه الاتصال. هقولها لك كمان شويه. فبالتالي يا اولاد مفيش حاجه هترجع، فالدم يتصفى. فعلل ليه الشريان، ليه العينه بتاعت الدم تتاخد من الوريد مش من الشريان؟ سببين: سهوله التئام الوريد، لان الشريان يا اولاد لو لا قدر الله جرى له حاجه بيتصلح بالكوي، بيتكوي بالكي. تاني حاجه قلنا سهوله الالتئام. تاني حاجه ان ضغط الدم في الوريد اقل من الشريان، ما بتحطش الحقنه تلاقي الدم بسم الله ما شاء الله جري فيها، لا بالراحه، ان ضغط الدم في الوريد اقل من الشريان. تاني حاجه يا اولاد ان بيقول لك ان في ناس وخصوصا عند الستات الموضوع ده بيظهر اكتر، ان في حاجه اسمها دوالي في الرجل. ايه دوالي في الرجل؟ تلاقي ان الوريد القريب من الرجل ده تخين، ملا دم كتير ولونه اتغير. ايه ده ليه؟ بص الرسمه اللي انا عاملها دي يا اولاد، مبدئيا ان الاثنين بيتكونوا من 3 طبقات. اللي فوق دي اسمها نسيج طلائي، دي اسمها نسيج عضلي، دي اسمها نسيج ضام. يعني دي كده دي اسمها نسيج ضام، دي كده اسمها نسيج طلائي. اما اللي في النص ده وهو الاهم ان اسمها نسيج عضلي، والنسيج العضلي في الشريان اكثر من الوريد. هنا في حاجه انا عملتها، ده اسمه صمام. احمد هو مش انت لسه قايل لنا ان الصمام ده بيسمح بمرور الدم ويمنع رجوعه؟ الوريد يا ولاد بيلم الدم من تحت يوديه فوق، عكس الجاذبيه، في حاجه بتشد لتحت. الشريان الجاذبيه تشد لتحت الدم ينزل، انما الوريد عكس الجاذبيه بيلم لفوق. طب نعمل ايه؟ يا عم سهله، ما تعملش حاجه، ربك سبحانه وتعالى عامل حساب كل ده، حاطط صمام في باب ان الدم لما يطلع فوق ما ينزلش لتحت. فعند بعض الناس ستات البيت بقى، المفروض انت بتساعدي والدتك ولا حاجه، بيكون هي بتعمل شغل كتير، واقفه على رجلها كتير، والجلد بتاع الناس بيكون اقل سمكا من الرجال، فبيظهر عندهم الموضوع ده اكتر. بيظهر في الاثنين لما الرجاله تكبر في العمر شويه والجلد يبدا يخف. فالدم مره واحده يتحبس، مره في مره في مره تلاقي حصل الدوالي دي. لدرجه يا اولاد عارف انت لما يكون المترو بتاع 7 الصبح 8 الصبح وانت رايح المدرسه او رايح الكليه او رايح اي مكان، بيكون الموضوع ابشع ما يمكن. بتكون الناس دماغها خارجه من الشبابيك بتاعت الاتوبيس دي، لو انت عايز تنزل انت هتعدي على الناس حرفيا.
فالدم مجتمع عند الصمام، الصمام قافل على الدم، حابس على الدم، فمره في مره في مره الدم يمشي هنا ببطء شديد. طب نعمل ايه؟ والله الموضوع لو مش مستاهل في برشام بيتاخد بيفتت الدم ده. والله لو موضوع مستاهل ممكن تعمل عمليه بمنظار بليزر بيفتت لك الدم ده والموضوع يرجع عادي. فدي كانت قصتنا ما بين الشريان وما بين الوريد. تعال اقول لك على الشعيرات الدمويه. هنعمل كده ونقول ان ده وليكن الشريان بيبقى باللون الاحمر، ويطلع منه حاجه كده ويطلع منه حاجه كده ويطلع منه حاجه كده. تعال على الوريد باللون الازرق، هنعمل كده. يا عم احنا عاملين ازرق، شيل دي. ممكن بقى تجيب لي اللون الازرق محترم. ادي الوريد، بس الوريد ما بقاش تخين كده. احمد انت بتلعب عادي، انت بتلعب طول اليوم وما بتشوفش مذاكرتك، جت عليا. هنعمل كده وهنعمل كده وهنعمل كده، ونبدا نجيب الشعيرات الدمويه. بص يا احمد، هو ازاي الشعيره الدمويه اللي هي 4 اصفار يعني 1 من 10,000 ملي، ازاي اخش لها شريان وازاي اخش لها وريد؟ ما هو بالعقل يا عم. يعني انت ربك سبحانه وتعالى عمل كل ده، هيعطل في دي او مش هيوريك عظمه في دي؟ بص يا عم، سمي الله. ده شريان، ده وريد. يبدا الشريان يا اولاد يتفرع. بص المنظر ده، بص كده. هيبدا ان الشريان يتفرع الى حاجه اسمها الشريانات او الشرينات. يعني ايه؟ تفرعات. يبدا الشريان يصغر في الحجم، يصغر 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 يصغر. والوريد نفس الكلام، هيبدا يصغر 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 فيما يسمى بالوريدات او الوريدات. فدي كلها كده يبقى اسمها الشعيره الدمويه. فلو كانت بدايه الشعيره الدمويه شريان يبقى بتحمل الاكسجين، لو نهايه الشعيره الدمويه وريد يبقى بتحمل ثاني اكسيد الكربون. اذا وظيفه الشعيره الدمويه تعمل على تبادل الغاز والاغذيه. الشبكه من الشعيرات الدمويه، وهي يا اولاد كلها من نسيج طلائي، طبقه واحده بس، هي طبقه واحده بس من نسيج طلائي، رقيقه جدا جدا، اسمها شعيره. فاكر الشعيره الجذريه دي؟ اسمها شعيره دمويه. اسمها شعيره ايه؟ دمويه. طيب تعال نخش على موضوع تاني جميل قوي 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 قوي، اسمه ضغط الدم. ايه ده؟ يعني ايه ضغط الدم؟ ضغط الدم يا اولاد، الدم عايز يمشي، الدم سائل لزج فمحتاج زقه. مين اللي هيزق؟ البطين والاذين، البطين والبطين. البطين الايسر يزق الدم الى جميع اجزاء الجسم والراس، البطين الايمن يزق الى الرئه. طب احمد، احنا ضغط الدم اللي احنا عارفينه الطبيعي بيكون 120 على 80. يعني ايه 120 80؟ يعني ايه ضغط الدم؟ اتفقنا ان ضغط الدم بيكون زقه الدم. ايه بقى 120 80؟ بص يا عم، تعالى نرسم كده نشوف الرسمه بتاعتنا بتاعت القلب الاولى. بص كده اهو، احنا اتفقنا ان هو 120 على 80، صح كده؟ 120 على 80. طب يلا سمي الله. دلوقتي يا اولاد انا هروح اقيس ضغط الدم، عايز اقيس الضغط بتاعي. صحيت من النوم لقيت الضغط بتاعي عالي، رحت عشان اقيسه. فرحت للراجل في الصيدليه. ادق جهاز لقياس ضغط الدم هو جهاز الزئبق، لان اصلا الرقمين دول 120 ملي زئبق و80 ملي زئبق. حلو كده؟ 120 و80 ملي زئبق. تعالى هنا اهو، 120 ملي زئبق ودي 80 ملي زئبق. طيب تخيل معايا بقى الموقف. الراجل بيروح للراجل بتاع الصيدليه، بيقول له ايه؟ بيقول له انا عايز اقيس ضغط الدم بتاعي. فانت تخيل معايا المشهد، هتروح للراجل ده يروح فاتح لك الجهاز بتاع ضغط الدم، وبعدين يا اولاد ان هو هيبدا ان هو يروح على الزئبق ويفتح المفتاح بتاعه، الباب بتاعه، وبعدين يربط على دراعك الشمال. هو عادي يمين او شمال عادي، بس يقول لك انه يفضل اكثر الذراع الايسر انه قريب من القلب، ويلف حواليك حاجه هنا كده. وبعدين يبدا ان هو يمسك البتاع اللي انت بتحب تلعب بيها دي ويعمل بامب او بيحط هواء وينفخ ينفخ ينفخ ينفخ، وقدامه الزئبق عمال يطلع لحد ما يتاكد ان الشريان اتقفل عليه من هنا خلاص، لحد ما انت بتلاقي نفسك اصلا البتاع دي تحس ان دراعك هيفرقع. وبعدين هو بيمسك مفتاح ويبدا ان هو يقل، بس بالراحه، تدريجي جدا كمان، يقل 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 لحد ما يسمع اول صوت. ايه الصوت ده؟ قال لك ده الضغط
الانقباضي. يعني ايه الضغط الانقباضي؟ يعني يا ولاد هو الضغط انقباض البطينان، البطينان دول انقبضوا، ومعنى ان البطينان انقبضوا يبقى الصمام ده والصمام ده مقفولين، يبقى الضغط الانقباضي هو صوت غلق الصمامين الثنائي والثلاثي الشرفات. شفت بقى؟ انقباض البطينين، يبقى الصمام ده والصمام ده اكيد مقفولين، لان وظيفه الصمام يسمح بمرور الدم ويمنع رجوعه. طيب وال80 يبدا يا ولاد ان هو يقلل يفك 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 في طريقتين، يا اما يحسب الفرق ما بين كل نبضه ونبضه، يا اما مع اخر نبضه بيسمعها هي اسمه ضغط الدم الانبساطي. احمد يعني ايه انبساط؟ كلمه انبساط يعني انبساط الاذينان، انبساط البطينان، اسف، انبساط ايه؟ البطينان. طب امال الصوت اللي بيسمعه ده صوت ايه؟ ده صوت غلق الصمامين الرئوي والمترالي. شفت بقى؟ بيسمع صوت رفيع، انما الصوت التاني اللي هنا ده صوت حاد قوي غليظ، الصوت اللي هنا صوت رفيع ما بين غلق الصمامين الرئوي والاورطي، الصمامين الرئوي والايه؟ والاورطي. حلو قوي 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 قوي. صوت غلق ايه؟ الصمامين، الصمام الرئوي والصمام الاورطي. موضوع صعب؟ والله الموضوع ممتع جدا. عايز اقول لك يا ولاد ان لما ضغط الدم بيرفع، ارفع هنا وارفع هنا. يقول لك اشرب كركديه يوطي الضغط، اشرب دوم يقلل الضغط. لما الضغط يقل بيقول لك ان اديله حاجه حادقه، اديله حاجه مسكره، حاجه ترفع ضغط الدم. في الاغلب بيقول لك ايا كان المسبب او المشكله ادي سكر. لما يكون يا ولاد مريض السكر وليكن لعل وعسى في يوم من الايام اغمى عليه ولا حاجه، لازم بيكون شايل في جيبه كده حاجه من السكر. ليه؟ احمد هو ممكن يكون سكره عالي. طب يا عم ايه يعني سكره عالي؟ يعلى كمان شويه مش هيحصل اي مشكله. سكر واطي خلاص احنا ادينا له سكر، الدم يشتغل كتير فيبدا ان الراجل ده يفوق. فانت قبل ما تنزل من بيتك افطر، اشرب حاجه. ليه؟ ضغط الدم لو وطي فالزقه بتاعت الدم قليله، الدم قلت لك سائل لزج محتاج يتزق. اصغر دم يا ولاد في الشعيرات الدمويه القريبه من الرجل بتكون 10 ملي زئبق. ليه؟ بعيد عن القلب، فعلى ما يوصل يكون الزقه بتاعت القلب قليله، كذا بتشد لتحت معانا. عايز اقول لك معلومه، اعلى ضغط دم بتسجل، تخيل معايا كده، قول انت ادي رقم. احمد ممكن يوصل 150 180 200 250. اعلى ضغط دم يا ولاد يتسجل هو من 300 على 190، وكان الرئيس الامريكي في الحرب العالميه الثانيه من 300 ل 190. انت متخيل الراجل ده يعمل فرح هنا، فرح مليان، الراجل ده يخبط ويلعب ويرقص ويعمل نفسه فيه، دفعه الدم 300. يا نهار ابيض، ما بالك الصوت بقى، صوت غلق الصمام ده ممكن يكون يبقى سمعه من كتر القوه. 300 180 190، يا الله. حافظ على صحتك وحافظ على نفسك، كل ما تكبر كل الموضوع ده بيضعف معاك، القلب بيضعف، خلاص الراجل عايش معاك بقى 40 50 60 سنه. ما تتعبوش، ما تاكلش اكل وحش كتير عشان الشريان ما يتصلبش، الشريان ما يقفش. تعالى بالمناسبه اوريك اخر حاجه في الدرس معانا النهارده، الا وهي حاجه اسمها يا اولاد آلية الجلطه الدمويه. آلية الجلطه ايه؟ الدمويه، وهي اللي بينتهي بيها الدرس الاول. بسم الله. آلية الجلطة الدموية. يعني ايه آلية الجلطة الدموية؟ دلوقتي انت اتعورت، طب ايه اللي يحصل؟ لازم الدم ده يتجلط، لازم ينشف، ما ينفعش تفضل يبقى عندك سيولة في الدم. طيب احمد ايه السبب ان يحصل لي اصلا الجلطة الدموية؟ قال لك حاجتين، الدم ينشف. عارف انت لما يكون في العيد مثلا والناس اللي بتدع في الشارع بيكون الموضوع صعب جدا، الدم بيبقى ناشف على الارض، بعد كده يعمل ريحة وحشة، طب وبعدين؟ قال له يا عم لا، انت خد لك مكان واذبح فيه براحتك واعمل اللي انت عايزه، مش تذبح نفسك. طيب آلية الجلطة الدموية عندي سببين. السبب الأول إن الدم يقابل، بص كده، إن الدم يقابل سطح خشن، الدم يقابل إيه؟ سطح خشن. تاني سبب إن الدم يتعرض للهواء، إن الدم يتعرض إيه؟ للهواء. يبقى دول السببين بتوع الجلطة الدموية. والجلطة الدموية ولاد بتكون على 3 خطوات أو 3 معادلات بمعنى أصح. سمي الله. أول ما أنت تتعور في حد هيرقع بالصوت جوه جسمك، يا لهوي الحقوا الواد اتعور، نزل منه نقطتين دم، مش هسيبه، حبيبي ابني لازم اوقف له الدم ده دلوقتي. مين اللي بتعمل كده؟ لو انت فاكر اللي بتساعد على تجلط الدم يلا ولا اسمها الصفائح، اسمها الصفائح، اسمها ايه؟ الصفائح الدمويه. ابني حبيبي ما يجرالوش حاجه، اجري بسرعه وريني يا ابني، وريني الواد ده اتعور فين، هنا في ايدك، عينيا حبيبي. فاول ما انت تتعور، اول ما يحصل حاجه تجري يا اولاد، تجري، بص كده، الصفائح الدمويه
تطلع تجري. وروني الواد اتعور فين؟ اهو هتروح رايحه للخلايا التالفه. هتروح رايحه لايه؟ للخلايا التالفه. هتعمل ايه يا صفائح دمويه؟ استنى، ما ينفعش اسيب الواد ده متعور، مستحيل، ده ابني. طب هتعملي ايه؟ هكون له ماده اسمها الثرومبوبلاستين. والنبي ما تستغرب من الاسامي دلوقتي، احنا من اول الترم عمالين ناخد اسامي غريبه. اسمها ايه؟ الثرومبوبلاستين. بس صاحبي اياك تنسى ان في على السهم هنا حاجه اسمها عوامل التجلط. عوامل ايه؟ التجلط، اللي هم الاثنين دول. حلو كده؟ دي الخطوه الاولى. يبقى اول خطوه خالص صفائح دمويه تصوت، حريقه، جرس انذار، حاله طوارئ، الواد اتعور، بينزف، هيموت من، لا مش هيموت. تروح رايحه على الخلايا التالفه مكونه ماده اسمها ايه؟ الثرومبوبلاستين. ممكن صديقي ان نتفق مع بعض على اتفاق ان مع اول معادله اول ناتج يطلع لك، اي ناتج يطلع لك ارميها على سهم اللي بعدها. يعني ايه ارميها على سهم اللي بعدها؟ بص المعادله الثانيه ايه؟ انا مش هعمل اي حاجه ولا هاجي جنبها، انا هاجي على السهم واروح حاطط ماده الثرومبوبلاستين. ماده ايه؟ الثرومبوبلاستين، ومعاها عوامل التجلط. بس خلاص، من قبل ما اشتغل واعمل اي حاجه اروح حاطط الثرومبوبلاستين الناتج وعوامل التجلط. طيب هنعمل ايه يا ابو حميد؟ والله يا صديقي احنا هيجي الدور لواحد انت بتحبه جدا، الا وهو الكبد. تاني ده تالت. اولا عصاره صفراويه، اتنين ان كرة الدم الحمراء بعد ما تموت هيروح له الحديد يكون العصارة الصفراوية، تالت حاجة هيكون بروتين اسمه البروثرومبين. بقول لك انت عديت لثرومبوبلاستين، مش هتيجي على دي، اسمه ايه؟ البروثرومبين. مش كده بس، بيساعد الكبد يا اولاد حاجة اسمها فيتامين كي. فيتامينات كده. فيتامين كي بيساعد الكبد ان هو ينتج بروتين البروثرومبين. اما اللي على السهم هنا يا اولاد ففي ايونات من الراجل ده. ايه ده؟ الكالسيوم. ايونات الكالسيوم، بمساعده ايونات ايه؟ الكالسيوم. كل ده مش عايز تعمل موجب ليه زعلان مننا ليه؟ اعمل دي اهو، موجب اهو، ايونات الكالسيوم الموجبه. ماشي كده؟ ايه اللي يحصل؟ قال لك ان البروثرومبين هيتحول يبقى اسمه الثرومبين. طيب ماشي، عينينا الاثنين، بروثرومبين بقى ثرومبين، بيبسين وجين بقى بيبسين، تريبسين وجين بقى تريبسين. ماشي معايا؟ افهم. حلو. اتبقى المعادله الثالثه وهي الاخيره. بص انا هعمل ايه قبل ما اشتغل خالص وقبل ما اعمل اي حاجه. ادي السهم هنا ثرومبين، اروح حاطط هنا الثرومبين اهو. ده الاتفاق بتاعنا، مفيش عمل تجلط بقى خلاص. احنا في اخر مرحله. في بروتين هنا هنجيبه، قلناه في اول الحصه خالص. في البروتينات كانوا 3: البيومين، جلوبيولين، جدع. اسمه ايه؟ اسمه الفايبرينوجين. بص حتى من اسمه جاي من فايبر، خيوط. فالفايبرينوجين بفعل الثرومبين يتحول يبقى فايبرين، يترسب على هيئه خيوط. دي تكوين الجلطه الدمويه. ما انت تتعور يتكون لك قشره، ما تشيلهاش. هتشيلها مره هيكونها لك، تشيلها تاني. بقول لك احنا مش فاضيين للواد ده كل شويه يشيل لنا القشره. سيبها له يا عم، سيبها له باثارها. فانت سيب القشره دي هتقع لوحدها. فبالتالي يا اولاد دي خطوات او اليه الجلطه الدمويه. الصفائح الدمويه ترقع بالصوت، بعدها البروثرومبين، بعدها الفايبرينوجين. جه في بالك سؤال اكيد. ايه السؤال؟ احمد طيب احنا اتعورنا دلوقتي، ايوه، ليه الدم ما يتجلطش جوه جسمي؟ صدق عندك حق، ما تيجي نشوف. بيقول لك يا اولاد ان واحد صاحبنا هيجي مره رابعه. الكبد، يا الله على الكبد، ده كده رابعا. الكبد زي ما بيساعد في تكوين الجلطه الدمويه هيساعد في عدم تجلط الدم. يعني الكبد سلاح ذو حدين، بتيجي في اسئله مقالي. هتعمل ايه يا عم الكبد؟ قال لك انا هفرز ماده اسمها ماده الهيبارين. ماده اسمها ماده ايه؟ الهيبارين. ايه ماده الهيبارين دي؟ بص، لما تروح تعمل تحليل دم وتاخد منك العينه، تروح حطها في انبوبه وتروح عامله كده. ايه كده دي؟ هي بتعمل ايه؟ اصل الانبوبه دي يالا كلها هيبارين. ماشي، بيعمل ايه الهيبارين؟ الهيبارين يا اولاد بيمنع ان العمليه رقم 2 دي تتعمل، يمنع تحول البروثرومبين الى ثرومبين، فالدم ما يتجلطش. يبقى اول حاجه ماده الهيبارين تمنع تحول البروثرومبين الى ثرومبين. السبب الثاني قال لك انزلاق الدم بصوره سهله، يعني ولا بيتعرض لسطح خشن ولا يتعرض لهواء. انزلاق الدم بصوره سهله جوه الجسم. يبقى يساعد الكبد في تكوين وعدم تكوين الجلطه الدمويه.
عدم يبقى ماده الهيبرين اللي بيفرزها الكبد. عشان كده يا اولاد لو جالك في سؤال وقال لك تليف الكبد، تليف الكبد يصاب على طول بسيوله في الدم. ليه سيوله في الدم؟ ما هو يا ذكي سيوله في تليف كبدي او سرطان في الكبد عافانا وعافاكم الله، مش هيتكون البروتين ده، مش هيعمل شغله، الكبد مش هيعمل شغله. شوف بقى قد ايه المصايب، الدهون والجلطه الدمويه، حاجات كتير. فتليف كبد يعني سيوله في الدم. حلو كده كده. يبقى احنا الحمد لله الدرس الاول بتاعنا انتهى. الدرس الثاني الا وهو الدورات الدمويه. عندي دوره رئويه صغرى، دوره رئويه كبرى، الدوره البابيه الكبديه، الليمف. كوبايه قهوه كده، كوبايه نسكافيه، افصل ما بينه وما بين الدرسين مع بعض، وتعالى نبقى نرجع مع بعض تاني ونكمل الدرس بتاعنا. يلا بسم الله نكمل مع بعض الدرس الثاني بقى بعد ما انت ريحت شويه وخلصت وانا غيرت والدنيا بقت زي الفل. يلا بينا نكمل الدرس الثاني اللي هو بيتكلم عن الدوره الدمويه. الدوره يا اولاد عندي بتنقسم الى 3. اول الاثنين اللي موجودين في القلب، اللي واحده اسمها الدوره الرئويه الصغرى والثانيه اسمها الدوره الجهازيه الكبرى. بس تعالى نرجع مع بعض كده بشويه الذاكره. احنا قلنا ان الراجل او الفصوص 4 حجرات. الحجره اللي فوق او الاثنين اللي فوق كان اسمهم الاذينان، فالراجل ده كان اسمه الاذين الايمن، خلاص احنا اتفقنا ان انت العكس. والراجل اللي تحت كان اسمه البطين الايمن. تعالى بقى الناحيه الثانيه اعكس، هيبقى الراجل ده اسمه الاذين الايسر، اما اللي تحت بقى اسمه البطين الايسر. حلو قوي، 4 حجرات. ركز بقى معايا كويس قوي 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 في الجزئيه دي. يلا يا اولاد يلا بسم الله. انا دلوقتي بقول ان الدم بيرجع للقلب تاني. هيرجع للقلب تاني منين؟ والله يا احمد احنا كنا قلنا ان اللي بيرجع الدم للقلب تاني كان حاجه اسمها الوريد. احنا كنا اتفقنا ان في حاجه بتخرج الدم من القلب وحاجه بتدخل الدم للقلب. كان في فرق ما بين الشريان وما بين الوريد، ان الشريان كان بياخد الدم لبره القلب، اما الوريد بياخد الدم لجوه القلب. حلو، يلا يا وريد دخل الدم لجوه القلب تاني. طيب جميل، هو الدم ده جاي منين؟ استنى يلا، مش احنا كان في اتفاق ما بيننا ان النص الايمن كله بتاع القلب، كله بتاع القلب بيحمل دم، يحمل ثاني اكسيد الكربون، يعني دم غير مؤكسج. يعني دم غير ايه؟ مؤكسج، او ساعات بيسموه كربامينو، او ساعات بيسموه كربوكسي. اذا اي واحده من دول تنفع. كربامينو ثاني اكسيد الكربون، كربوكسي، يعني من الاخر دم غير مؤكسج، يعني من الاخر كمان الدم ده لونه احمر قاتم. لونه احمر ايه؟ قاتم. خلاص اتفقنا. نكمل بسم الله. طب احمد والناحيه اليسرى او الجزء الايسر، الجزء الايسر يا اولاد كان كله دم شايل الاكسجين. يعني ايه شايل الاكسجين؟ يعني دم كنت بسميه دم مؤكسج. يعني مؤكسج يعني لونه احمر فاتح، وكنت بسميه اوكسي هيموجلوبين. كنت بسميه اوكسي هيموجلوبين. دي اساسيات بقى. تعال نكمل في الاساسيات بتاعتنا. اي دوره هنتكلم عليها النهارده سواء كانت الرئويه سواء كانت الجهازيه الكبرى، فانا بعد اذن حضرتك هنتفق معاك اتفاقين، ان اللي نبدا بيه بنخلص بعكسه. يعني ايه اللي بنبدا بيه بنخلص بعكسه؟ بص يا عم، انا دلوقتي هبدا بالبطين. اي دوره لازم تبدا بالبطين. جميل كده. طب انهي بطين؟ قال لك ان الدوره الرئويه الصغرى بتبدا بالبطين الايمن. بتبدا بالبطين الايه؟ الايمن. يبقى احنا هنخلص بايه؟ خلص بالعكس، عكس البطين الناحيه الثانيه الاذين. وبما انك بدات بالايمن يبقى هتخلص بالايسر. حاجه كمان يا اولاد، لما ابدا بالبطين الايمن، البطين الايمن ده في النص الايمن ناحيه اليمين، يعني شايل دم ثاني اكسيد الكربون، يبقى الدم اللي هنا غير مؤكسج، يبقى انا اخلص برضو بالعكس دم مؤكسج. عظيم. يلا نبدا بسم الله. الدم هيبقى راجع يا اولاد تاني للاذين الايمن، لان كان عندي فيه طريقين، في طريق اسمه الطريق الدموي والطريق الليمفاوي. ما تيجي نرجع نشوف البيانات بتاعتنا. ده كان اسمه اجوف علوي، ده كان اسمه اجوف سفلي، ده كان اسمه شريان رئوي، ده كان اسمه شريان اورطي، ده كان اسمه 4 أوردة رئوية. كان اسمهم 4 أوردة ايه؟ رئوية. عظيم. يلا يا دم انت راجع تاني للاذين الايمن. مين اللي بيدخل الدم للقلب؟ الوريد. طب هو الوريد الاجوف السفلي والوريد الاجوف العلوي جايبين الدم منين؟ من الطريق الدموي والطريق الليمفاوي. حلو. الطريق الدموي كان الخملات اللي موجوده في الشعيرات الدمويه للامعاء الدقيقه. وريد باب كبدي، منه الى الكبد، منه الى وريد كبدي، منه الى وريد اجوف سفلي. ادي اول طريق. الطريق الثاني وعاء لبني، جهاز لمفاوي، وريد اجوف علوي اللي هو طريق الدهون. ادي الطريق الثاني. فيرجع الدم تاني الى الاذين الايمن، طالما عدى على نواتج الهضم يبقى شايل ثاني اكسيد الكربون، يبقى الدم يدخل للاذين الايمن هنا وهو شايل ثاني اكسيد الكربون. حلو. بص بقى،
في شرط. اول ما اجي اقول لك ينقبض البطين او ينقبض الاذين او اي كلمه انقباض، قول لي والله يا احمد كلمه ينقبض يعني دفع الدم، كلمه انقباض يعني دفع الدم. طب يلا بسم الله. في كلمه تانية يا اولاد اسمها ينبسط. اسمها ايه؟ ينبسط. يعني ايه كلمه ينبسط؟ كلمه ينبسط يعني بيستقبل الدم. يعني بيعمل ايه؟ بيستقبل الدم. فانت تركز معايا. اول ما اقول لك ينقبض الاذين الايمن يعني بيدفع الدم، يعني بيزق الدم. حلو قوي. يعني الدم موجود هنا في الاذين، بعد ما ينقبض الاذين هينزل الدم من الاذين للبطين. احمد استنى، كان في هنا حاجه اسمها الصمامات، كان في صمام اسمه صمام ثلاثي الشرفات، ثنائي الشرفات، الصمام الرئوي، الصمام الاورطي، الصمام الرئوي، او النصف هلالي، النصف دائري او الهلالي زي ما قلنا. طب دلوقتي الدم في الاذين الايمن، الاذين الايمن هينقبض، هيزق الدم، يدفع الدم. طب ما تفتح له الباب. انهي باب؟ اكيد الباب ده اللي هو الباب بتاع صمام ثلاثي الشرفات. هيفتح الصمام فينزل الدم من الاذين للبطين. يلا بينا بقى نبدا الدوره الرئويه، لان الدوره الرئويه بتبدا بالبطين الايمن. حلو. الدم نزل هنا، الدم الغير مؤكسج ثاني اكسيد الكربون بقى موجود هنا. حلو قوي 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 قوي. وبعدين يا اولاد، وبعدين ان الدم هيبدا انه يخش هنا في الاذين او في يا الله، هيبدا في البطين الايمن. هيبدا في البطين ايه؟ الايمن. حلو. يلا بينا. الدم هنا في البطين الايمن. حلو. وبعدين ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان البطين الايمن يتملي بالدم فينقبض، يزق الدم، يدفع الدم. طب هيوديه فين؟ بره القلب. الدم ما يمشيش بالعرض، الدم يمشي من فوق لتحت، من تحت لفوق. حلو. هتروح فين يا دم؟ قال لك انا هروح هنا. هو ايه هنا؟ الشريان الرئوي. اسمه الشريان الايه؟ الرئوي. طب استنى، في باب، افتح الباب. اذا يا اولاد لما بينقبض الحجره دي، لما تنقبض الحجره دي، الباب ده يتفتح، الباب ده يتقفل. ليه؟ عشان الدم ما يرجعش تاني، لان وظيفه الصمام يسمح بمرور الدم ويمنع رجوعه. قشطه يا عم؟ طب ماشي، كمل. بسم الله. يبقى الدم هنا في البطين الايمن، ينقبض البطين الايمن، يزق الدم، يتفتح الصمام الرئوي، يعدي الدم للشريان الرئوي. بقول لك ايه يالا، اسمه شريان رئوي، يبقى طبيعي 100% انه رايح على الرئه. رايح على ايه؟ الرئه. طب بقول لك ايه، الرئه بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها حاجه اسمها تبادل غازات. يعني بص، هو انت يا دم جاي لي احنا لون غامق عشان الفواتح دي ساعات ما بتبانش. هو انت يا دم جاي لي وانت شايل ثاني اكسيد الكربون، خلاص انا هرجعك تاني للقلب وانت شايل اكسجين. تبادل غازات. يبقى الدم كان رايح في الشريان الرئوي غير مؤكسج، وراح للرئه، عمل التبادل غازات. بدل ما كان شايل الاكسجين بقى بدل ما كان شايل ثاني اكسيد الكربون بقى شايل اكسجين. دم احمر فاتح، فيعود الدم مره اخرى الى القلب عبر الاربع اوردة رئويه، منها الى الاذين الايسر، فتنتهي الدوره الرئويه. تاني كده بص، الدوره الرئويه بدات بالبطين الايمن اهو، خلصت بالاذين الايسر اهو. تعالوا نكتبها مع بعض، يلا كده. بدات بالبطين الايمن، بعدين رحت على الشريان الرئوي، رحت على الشريان الايه؟ الرئوي. والدم اللي هنا لسه ثاني اكسيد الكربون غير مؤكسج. الشريان الرئوي منه الى الرئه، ولسه برضو ان الدم اللي هنا غير مؤكسج، بس هيحصل في الرئه تبادل غازات. بدل ما كان شايل ثاني اكسيد الكربون هيروح للاربع اورده رئويه وهو شايل اكسجين دم مؤكسج، وبعدين يروح للاذين الايسر، تخلص الدوره الرئويه. الموضوع جميل، رتبها في دماغك. ده انقبض، طلع الدم للشريان الرئوي، راح للرئه، تبادل غازات، ترجع تاني للاذين الايسر. حلو، جميل، خلصت الدوره الرئويه. خش على الدوره اللي بعديها. تعال نشوف الدوره اللي بعديها. بسم الله. تعال نمسح دي ونكمل الجزئيه بتاعتنا اهو. انا هشيل الدوره الرئويه دي خالص. يلا بينا. يلا. الدوره الثانيه اسمها الدوره الجهازيه الكبرى. اسمها الدوره الجهازيه الايه؟ الكبرى. حلو قوي. الدوره الجهازيه الكبرى يا صاحبي، اتفقنا ان هي بتبدا بالبطين اهو. هنبدا بالبطين. انهي بطين؟ البطين الايسر بقى. خلاص، حلو. طب هنخلص بايه؟ لو انت صاحي معايا، بدات بالبطين يبقى خلص بالاذين،
بدأت بالايسر يبقى خلص بالايمن. بدأت بدم مؤكسج يبقى خلص بدم غير مؤكسج. دي بقى اساسيات خلاص، مش موضوع شرح ولا فهم ولا حاجه، دي بقت اساسيات. اللي ببدأ بيه بنهي بعكسه. بدأت بالبوتين خلصت بالاوزين، ايمن ايسر، اكسجين ثاني اكسيد الكربون. طب يلا بينا، الدم بقى هنا في البوتين الايسر نزل من الاوزين الايسر للبوتين الايسر، بس خلي بالك لما ده بينقبض ده بينبسط. وعندي معلومه يا اولاد ان الاثنين دول بينقبضوا مع بعض. الاثنين دول بينقبضوا مع بعض. لما البوتين الايسر ينقبض ده بينقبض ليه؟ عشان يفضي مكان الدم، ينزل يروح هنا، ينزل يروح هنا، ينزل، وهكذا. الحجره ما بتفضاش، ما بتفضلش مستنيه يا ترى الاوزين هيجيب لي الدم امتى. لا، القلب شغال دايما، الدوره الدمويه شغاله. طب يلا بسم الله كمل. الدم دلوقتي في البوتين الايسر، وبعدين ينقبض البوتين الايسر، افتح الصمام افتح الباب، فيروح الدم من البوتين الايسر الى الاورطي او الابهر، وهو شايل الاكسجين. كل ده شايل اكسجين. طيب وبعدين رايح فين يا اورطي؟ ركز بقى يا عم. الاورطي ده عامل زي الاسانسير. يعني عامل زي الاسانسير. ده البوتين الايسر. البوتين الايسر بيقول لك والله ان احنا هنروح الى الشريان الاورطي او الابهر، واتفقنا ان كل ده شايل الاكسجين. الاورطي بيودي لمكانين. الاورطي بيودي لكم مكان؟ 2. اما على الجزء العلوي اللي هو الراس، اما على الجزء السفلي اللي هو باقي اجزاء الجسم. هيودي على فين؟ باقي اجزاء الجسم. طب بقول لك ايه، بص ركز معايا كويس قوي 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 قوي. بص يا اولاد، دي كده خليه. حلو كده، دي كده خليه. والخليه دي بتحتوي على عضيه مهمه جدا جدا جدا، يا رب تفتكر شكلها كده بالمنظر ده اسمها الميتوكوندريا او الميتوكوندريا. الميتوكوندريا. حلو. الميتوكوندريا ولاد كانت مصنع الطاقه ATP. واحنا كنا متفقين ان اي عضيه او اي جزء في جسمك بيخش له شريان وبيخرج منه وريد، او بيخش له شريان اللي كان باللون الاحمر شريان، والشريان بيبقى شايل الاكسجين، وبيخرج منه وريد اهو. واللي بيوصل ما بينهم اتفقنا ان هي كانت اسمها شعيره دمويه. حلو قوي، ركز بقى معايا كويس قوي في الحته دي. يلا بسم الله. الشريان داخل الخليه دي وهو هيديها الاكسجين بتاعها. خد يا خليه اكسجين. فالخليه تاخد الاكسجين على الجلوكوز اللي عندها وتعمل حاجه اسمها نواتج الهضم. تعمل حاجه اسمها نواتج ايه؟ الهضم. تاني، الخليه عندها جوه جلوكوز. عندها جوه ايه؟ جلوكوز. حلو كده. الميتوكوندريا دي المصنع بتاع ATP. فلما احنا نديها الجلوكوز هي تروح عامله الطاقه، ومن نواتج الطاقه يا اولاد بتطلع ATP وثاني اكسيد الكربون. تاني كده، بتطلع ATP وثاني اكسيد الكربون. فثاني اكسيد الكربون من النواتج، والنواتج تمشي تبع الوريد. تمشي تبع ايه؟ الوريد. فالدم اللي يكون خارج يكون شايل ثاني اكسيد الكربون غير مؤكسج. يبقى الخليه اهي دخل لها الشريان بالاوتو، خرج منها الوريد بثاني اكسيد الكربون. يبقى تعالى نرجع هنا تاني بسم الله. لما اقول لك يقابل باقي اجزاء الجسم، ففي الجزئيه دي هيتحول الدم يبقى دم غير مؤكسج، يحمل ثاني اكسيد الكربون، يعود الى الاذين الايمن تالي من خلال الوريد الاجوف السفلي. اجوف سفلي او اجوف علوي، ثاني بيرجع للقلب. قصه وحدوته. خلصت اهو خلاص، وصلت لحد الاذين الايمن. يبقى الدم يلا يا ولاد كان هنا في البطين الايسر، انقبض البطين الايسر، اتفتح الصمام الاورطي، عدي يا دم خلال الاورطي، بتروح لكم مكان؟ الاثنين، اما بتروح للراس اما بتروح لباقي اجزاء الجسم. في كده الحالتين مؤكسج. وبعدين نلم بقى نرجع تاني، يقابل نواتج الهضم فيتحول من مؤكسج الى غير مؤكسج ثاني اكسيد الكربون، ويرجع الدم للقلب تاني عبر الاجوف العلوي والاجوف السفلي، منه الى حجره الاذين الايمن، فتنتهي الدوره الجهازيه الكبرى. وعقبال لف بينا يا دنيا طول ما انت عايش. عايز اقول لك ان هي 55 ثانيه اللي بيستهلكها القلب انه يودي الدم لكل اجزاء جسمك. يا الله سبحان الله، كل ده بيحصل وانت على فيش درايه باي حاجه خالص. ركز كل يوم كده قول الحمد لله، كل يوم كده تامل في خلق الله. طيب فانت كده ان احنا خلصنا الدوره الرئويه الصغرى والدوره الرئويه الكبرى. تعالى بقى نحكيها كلها كقصه. بسم الله. بنبدا بالدوره الرئويه، واي دوره بتبدا بالبطين. فانا هبدا بالبطين الايمن. البطين الايمن مليان بالدم، فطبيعي ان الصمام ده مقفول. بعد ما ينقبض البطين الايمن والصمام ده يتقفل، الصمام ده يتفتح.
فيعبر الدم الذي يحمل ثاني اكسيد الكربون من البطين الايمن للشريان الرئوي. اسمه شريان رئوي، فطبيعي يروح على الرئه، وبعد ما يروح على الرئه هيحصل تبادل غازات، فبدل ما كان شايل ثاني اكسيد الكربون هيبقى شايل الاكسجين، وبعد ما يبقى شايل الاكسجين يا اولاد هيخش القلب تاني عن طريق الاربع اورده رئويه الى الاذين الايسر. فاكر لما كنت بقول لك كل الشرايين دم مؤكسج ما عدا الرئوي، كل الاورده دم غير مؤكسج ما عدا الوريد الرئوي، فيرجع الدم تاني للاذين الايسر. يلا يا اذين انبسط عشان تستقبل الدم، واثناء ما الاذين بيكون منبسط الباب ده بيكون مقفول، لازم يكون مقفول طبيعي، ما هو الدم بيبقى هنا مش هنسرب دم احنا. حلو جميل. فالصمام المترالي بيكون مقفول في حاله انبساط الاذين الايسر، فبعد ما الاذين الايسر يتملي بالدم هينقبض، وبعد ما ينقبض هنفتح الصمام ده، ينزل الدم من الاذين الايسر للبطين الايسر، ومع اخر نقطه دم بنقفل الصمام. فالدم في البطين الايسر يا اولاد بيتملي، فبينقبض البطين الايسر، فبيطلع الدم من البطين للشريان الاورطي. بعد ما يروح للاورطي هيبدا يروح على مكانين، على الراس وعلى باقي اجزاء الجسم، فيقابل نواتج الهضم فيتحول الى دم غير مؤكسج يعود مره اخرى الى القلب عبر الوريد الاجوف العلوي والاجوف السفلي الى الاذين الايمن. قصه في منتهى المتعه. تعالى بقى نقول على كم سؤال كده جميل قوي 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 قوي. بص يا عم، احنا هنعمل كده كده كده، عندنا الرسمه دي تاني هنا. بص يا عم، ده الصمام اللي قلنا ثلاثي الشرفات، وده الصمام المترالي. ركز بقى معايا كويس قوي. انا دلوقتي لما اقول عند او يتزامن مع، يتزامن يعني في نفس الوقت، عند غلق الصمام ثلاثي الشرفات، عند غلق الصمام ثلاثي الشرفات، فان البطين الايمن منقبض ولا منبسط؟ احمد استنى، انت قلت ان الصمام ده مقفول يبقى البطين الايمن ده بينقبض. يعني ايه بينقبض؟ يعني بيزق الدم، بيدفع الدم لفين؟ للشريان الرئوي، فالصمام الرئوي مفتوح. بقول لك ايه، الصمام ده مقفول يبقى ده مفتوح، الصمام ده مقفول يبقى ده مفتوح، عكس بعض. بس تخلي بالك ان لو الثلاثي الشرفات مفتوح فالمترالي مفتوح، لو الرئوي مفتوح يبقى الاورطي مفتوح، لو ثلاثي الشرفات مقفول يبقى المترالي مقفول، وهكذا. ماشي كده؟ فاللي بيحصل في الحجره دي برضه بيحصل في نفس الحجره دي، يعني البطين ده بينقبض مع ده والاذين ده بينقبض مع ده عشان الدوره تفضل ماشيه ما توقفش. حلو، لان كنا بنقول ان الجهاز الدوري جهاز مغلق، الاذين الايمن منقبض يبقى الصمام ده مفتوح، البطين الايمن منقبض يبقى الصمام ده مقفول وده مفتوح. فبص السؤال، عند انبساط الاذين الايسر، اهو عند انبساط يعني بيستقبل، ومعنى ان هو بيستقبل يبقى الصمام المترالي مقفول والصمام الاورطي مفتوح. احمد ده ليه مقفول؟ عشان ما يسربش دم. ده ليه مفتوح؟ عشان ده بينقبض، بيفضي الحجره بتاعته عشان الدم اللي نازل. ماشي كده؟ طيب لو جه سالك سؤال وقال لك مثلا عند انقباض البطين الايسر فالصمام الثلاثي الشرفات ماله؟ ايه ده؟ ايه اللي جاب ده لده؟ يا ده ركز، ما لما ده بينقبض بيبقى ده مقفول وده مقفول عشان الدم ما يرجعش، فالصمام المترالي مقفول يبقى ثلاثي الشرفات هو كمان مقفول. قشطه على كده؟ اذا دي كانت قصتنا في الدوره الرئويه والدوره الجهازيه. فاضل لي حاجتين واخلص النقل في الانسان كله. يلا سمي الله. دلوقتي هنخش على جزء تاني الا وهو يا اولاد الدوره البابيه الكبديه. والله ما هقول لك حاجه كتير جديده. بص يا عم، ادي الخملات بتاعت الامعاء الدقيقه، الخملات اللي موجوده في الامعاء الايه؟ الدقيقه. حلو قوي. خملات الامعاء الدقيقه بيطلع منها وعاء بالمنظر ده، بيصب في عضو بالمنظر ده. ايه ده يا احمد؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ايه ده؟ بوظت الكبد خالص يا راجل. يبقى ده الكبد، وده اسمه وريد بابي كبدي. راجع معايا، خملات الامعاء الدقيقه، وريد بابي كبدي، كبد وبعدين يخرج منه حاجه اسمها وريد كبدي، والوريد الكبدي يروح صابب لك على القلب عن طريق الوريد الاجوف السفلي، كان حتى اسمه الطريق الدموي. احمد ما احنا عارفين الكلام ده، بتقوله تاني ليه؟ اقوله تاني اصل الكبد يا ولاد بيعمل حاجه اسمها التحولات الغذائيه، اسمها التحولات الايه؟ الغذائيه. ركز معايا بقى، دي ايه التحولات الغذائيه؟ عارف انت لما تروح تبدا الراجل بتاع الحوشي يغلي عليك يخليه ب 10 جنيه، يا سلام، حاجه في قمه الجمال، موضوع غالي مش هناكل،
لا بتاكل رخيص خلاص. فبعد ما انت تاكل لعل وعسى الله اعلم الكلب اللي انت اكلته ده هو حي ولا ميت، الزيت اللي بتعمل فيه اي حاجه مش عايز اقرفك، لا انت لازم تقرف، انت لازم تحس على دمك. الحاجات اللي بتاكلها دي كلها سموم. مين اللي ينقي لك السم ده؟ الكبد. طب ما يا احمد طب ما ناكل براحتنا، هي لا مش هي. هو مره على مره على مره يزهق منك خلاص يتعب. الناس اللي لا قدر الله عندها سرطان كبد تلاقي في كبد الموضوع بيكون صعب جدا يا اولاد. شوف احنا جبنا الكبد كم مره معانا في المنهج، بروسرومبين، هيبارين، الصفراويه ياخد الحديد بتاع كرات الدم الحمراء يكون بيها، يا الله الموضوع كبير قوي. فالتحولات الغذائيه الكبد بينقي لك السموم. حاجه كمان، جيت انت في يوم من الايام قلت ايه؟ اما اكل حاجه مسكره كده عشان الدنيا تبقى مسكره وجميله، رحت اكلت سكر قبل ما تنزل، وبعد شويه لما نزلت صاحبك راح جايب لك كنزايه، والكنزايه بيكون فيها غالبا يعني معدل من 8 او 10 معالق سكر، ادي كمان سكر. جيت روحت البيت عاملين لك تورته وهي وكل سنه وانت طيب، تعالى كل معانا تورته وسكر، ايه تقع من كتر غيبوبه تنزل. طب انت وليكن اي ارقام، النهارده اكلت 80 سكر 80 جلوكوز، وانت يا عم النشاط اللي عملته كله محتاج 20، انا بدي امثله يا اولاد ارقام مش اكتر. طب ال 60 اللي يروحوا فين؟ خزنهم يا عم، خبيهم هنا لعل وعسى ممكن نصوم بكره. الواد يعمل طاقه، ناخدها منين؟ ناخدها من اللي متخزنه في الكبد. اصل انت في سنه اولى كنت بتاخد ان الكربوهيدرات تخزن في الكبد في صوره جلايكوجين، اما في الكبد اما في العضلات. فدي كلمه تحولات غذائيه، ان الكبد عنده يقلل بص كده تقليل من سميه المواد. ياض ان كان في حاجه اسمها الشبكه الاندوبلازميه الملساء، عديت على سنه اولى انت. او ان هو هيخزن لك الجلوكوز في صوره جلايكوجين، دي اسمها التحولات الغذائيه. ركز بقى هنا معايا عشان في اهم سؤال بيجي في الجزئيه دي، يقول لك العضو اللي في جسم الانسان اللي بيدخل له وعاءين وبيخرج منه وعاء واحد، بيدخل له وعاءين ويخرج منه وعاء واحد، هو الكبد. اشمعنى؟ ما انت لو فتحت مخك شويه هتعرف ان اي عضو بيخش له حاجه اسمها شريان وبيخرج منه وريد. الكبد بقى داخل له 2 وريد باب كبدي وشريان كبدي، وخارج منه واحد اللي هو الوريد الكبدي، خارج منه الوريد الايه؟ الكبدي. فده سؤال مهم قوي، العضو اللي بيدخل له 2 وعاء دم ويخرج منه وعاء دم واحد الا وهو الكبد. زهقت؟ تعال نخلص، يلا بسم الله. آخر حاجة ألا وهي الجهاز الليمفاوي. اسمه الجهاز الايه؟ الليمفاوي. والجهاز الليمفاوي هنقارنه بالجهاز الدوري، ومش عايز حاجة منك أكتر من كده. الجهاز الليمفاوي عندي معلومة مهمة جدا 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 بتقول إن الجهاز ده مفتوح، بعكس الجهاز الدوري مغلق. اشمعنى؟ الجهاز الليمفاوي منتشر بطول جسمك كله. الجهاز الليمفاوي إن شاء الله في سنة ثالثة هتعرف إنه جهاز مناعي بنستخدمه في المناعة. الجهاز الليمفاوي بيتكون من 3. هو مش انت هناك في الجهاز الدوري قلت انه بيتكون من دم السائل؟ انا عندي هنا سائل اسمه الليمف. اسمه ايه؟ الليمف. الليمف يا ولاد هو عباره عن سائل بيترشح من البلازما، يعني طبيعي في مكونات البلازما. وفي حاجه كمان اسمها كرات الدم البيضاء. عمال اقول لك جهاز مناعي جهاز مناعي، يبقى لازم كرات الدم البيضاء. في حاجه كمان اسمها الاوعيه الليمفاويه، اللي هي اللي هتمشي فيها الليمف، السائل اللي هيمشي فيها. بس خلي بالك بقى ان ادي الاوعيه الليمفاويه لازم يكون فيها يا ولاد جسمك كله يبقى مليان حاجه اسمها العقد الليمفاويه. حاجه اسمها العقد ايه؟ الليمفاويه. ايه العقد الليمفاويه دي؟ هكتب لك كلمه تعرفها اكتر من اسمك، بيقول لك ان تعمل العقد الليمفاويه كمصافي. يعني ايه كمصافي؟ مصفى. انت لما تحط حاجه في مصفى بتصفيها من اي ضرر او اي مشكله فيها، فلما تتحط في المصفى الليمف طالما ماشي في المصفى هيتنقى، زي ما انت عندك فلتر، الفلتر ما تقعد تخش فيه عشان ننقيها. هنا برضو عندي عقد ليمفاويه عشان يمشي فيها الليمف، يتنقى يتنقى يتنقى. ليه؟ اصل الليمف ده يا اولاد هيرجع تاني يتحد بالدم عن طريق الوريد الاجوف العلوي وبعدين الى الاذين الايمن. بص كده، بص كده، فاكر الطريق الليمفاوي؟ وعاء لبني، جهاز ليمفاوي، وريد اجوف علوي. فبالتالي يعاد اتحاد الدم بالليمف في الوريد الاجوف العلوي في الاذين الايمن. انا كده خلصت الليمف، كده خلصت الجزء بتاع الباب كله، خلصنا النقل كله. كل سنه وانتم طيبين. تعالوا نقرا كم كلمه في الملزمه
نبص على كام صورة ونحل التدريبات وخلاص خلصت، مش عايز منك حاجة. يلا بسم الله تعال نشوف ايه الجزئية بتاعتنا. ادي الرسمة بتاعت الدورة الجهازية والدورة الرئوية كلها اهو. ادي الدورة الرئوية، نطلع على الرئة، نرجع تاني الى الاذين الايسر، وبعدين من الاذين الايسر للبطين الايسر للاورطي، الاورطي بيودي الى الراس وبيودي الى باقي اجزاء الجسم. طيب ده منظر الكبد بالدوره بتاعته. ادي يا عم الكبد اهو، بيخش له اتفقنا ان وعاءين، بيخرج منه وعاء واحد. ادي صوره للمنظر بتاع الضغط بتاع الدم، اللي هو الجزء بتاع الزئبق اللي كنت قايل لك عليه، ان لازم يكون الزئبق موجود ولازم يبقى فيه ضغط انقباضي وضغط الانبساطي. عايز اوريك الصوره بتاعت الجلطه الدمويه. ادي المنظر يا اولاد، البروثرومبين بيتحول يبقى ثرومبين وبعدين يترسب عليها يدخل. بص ادي منظر القشره اللي بتبقى عندك اهي، بص كده، ادي القشره اللي بتبقى عندك عشان خاطر تبدا ان انت بتشيلها، فما تشيلهاش بعد اذن حضرتك. بيقول لك ان وظائف الدم 3، بيعمل على النقل، بيعمل على تنظيم، بيعمل على حمايه. نقل ايه؟ نقل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون والمواد الغذائيه المهضومه والهرمونات والانزيمات. زي ما اتفقنا ان احنا قلنا ان الدم يا ولاد بينقل معظم المواد مش كل. طب انت ليه يا احمد ما قلتش كل وقلت معظم بس؟ لان كل ان الجهاز الدموي والجهاز الليمفاوي الاثنين بينقلوا، فما ينفعش اقول الدم فقط او ما ينفعش اقول الجهاز الدوري فقط. تنظيم بينظم عمليات التحول الغذائي اللي اتفقنا عليها بتاعت الكبد، ودرجه حراره الجسم عند 37، والبيئه الداخليه للجسم الحاله الاسموزيه وكميه الميه ودرجه الحموضه في الانسجه. ما ينفعش الدم يا اولاد السكر يزيد فيه او الملح يزيد فيه، الكلام ده ما ينفعش. الدم يا اولاد البي اتش بتاعته بتكون 7.4 قلوي ضعيف، بيحمي قلوي ضعيف بيحمي الدم بيحمي الجسم من غزو الميكروبات عشان خاطر ان فيه كرات الدم البيضاء. وادي الجزء بتاع ضغط الدم. عايز اوريك بس اخر حاجه خلاص، ادي العقد الليمفاويه. بص يا اولاد، جهاز مفتوح منتشر في جسمك كله. ركز معايا ان اهم عضو في الجهاز الليمفاوي الراجل اللي اسمه الطحال. اشمعنى الطحال؟ فاكر لما كنا بنقول ان كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الثلاثه موجودين جوه نخاع العظام، بس جيت عند كرات الدم البيضاء ورحت مزود الطحال. رحت مزود ايه؟ الطحال. حلو قوي، كمل. فين 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 اهي دي صوره بتاعت البلازما، وادي الدم 7.4 قلوي ضعيف 5 ل 6 لتر. عايز اوريك الشريان والوريد. ادي الشريان والوريد، الشريان اكثر سمكا، الوريد اقل سمكا. ادي الشعره الدمويه بتكون رقيقه جدا جدا جدا، 1.4 من المليمتر. وادي شكل للشريان وللوريد. اتفقنا ان هم بيتكونوا من ثلاث طبقات: النسيج الطلائي والنسيج العضلي والنسيج الضام. بس ركز ان بعض الاورده بيكون فيها صمام، بعض الاورده بيكون فيها ايه؟ صمام، تسمح بمرور الدم وتمنع رجوعه. تعال نفنش يا صاحبي الباب كله او الدرس كله، الدرسين كلهم بالتدريبات بتاعتنا. يلا بسم الله تعال نشوف التدريبات بتاعت الجزء الاول. يلا. السؤال بيقول: يقع الصمام ثلاثي الشرفات، يقع الصمام ثلاثي الشرفات الايمن بين ايه وايه؟ ناحيه اليمين، ناحيه اليمين في الاذين الايمن والبطين الايمن. يبقى خلاص ادي الاذين الايمن، هنزود عليها بس كلمه البطين الايمن ويبقى عندي الاجابه الصح، هي الاجابه رقم ب. السؤال اللي بعده بيقول: يميز الصوت الغليظ والطويل. لما جينا نقيس نبض القلب، لما جينا نقيس ضغط الدم، صوت طويل وغليظ، ده اللي ناتج عن الضغط الانقباضي. الضغط الانقباضي وهو الضغط او الصوت اللي بنسمعه نتيجه غلق الصمامين بين الاذينين وبين البطينين. يرتفع ضغط الدم في كل الحالات الاتيه ما عدا، الراجل هيزعل، الراجل بيقول لك ما عدا بيقل، يبقى طبعا في حالات ان الدرس ما جاش اللي هي الزعل. الطبقه العضليه الوسطى بتكون نابضه. مين اللي نابض؟ الشريان نابض، اما الوريد بيكون غير نابض لوجود الالياف العصبيه. اللي بعده: يحمل نقط دم غير مؤكسج ما عدا الموجود في الرئه. احمد، هو مين اللي كان بيحمل دم غير مؤكسج؟ اللي كان بيحمل دم غير مؤكسج ده كان الوريد، ما عدا الوريد اللي موجود في الرئه. خلاص يبقى انا اختار الوريد. اللي بعديها: ينقل الشريان الدم من غير ما ابص من القلب الى جميع اجزاء الجسم، الى جميع اجزاء الجسم. اي الاوعيه الدمويه التاليه بيحتوي على اعلى نسبه من الاكسجين. يعني اكسجين يعني دم مؤكسج. مين في دول دم مؤكسج؟ الاورطه مؤكسج طبعا، ده ناحيه اليسار، وناحيه اليسار كلها دم مؤكسج. يبلغ عدد كرات الدم الحمراء في الرجل البالغ من 4 إلى 5 مليون. عندي 5. حلو. يبلغ عمر الصفائح الدموية. الصفائح الدموية يبلغ عمرها يا ولاد 10 أيام. كرات الدم الحمراء 4 شهور.
كرات الدم البيضاء من 13 إلى 20 يوم، أما الصفائح الدموية بتكون 10 أيام. تعال نحل كمان شوية تدريبات على الجزء الثاني بتاع الدورة الدموية والقلب. 1. العضو الذي يستقبل الدم من وعاءين دمويين ويخرج منه وعاء واحد. خلاص اتفقنا ان الراجل ده اللي اسمه الكبد. اي الحجرات القلبيه الهيئتيه هي المسؤوله عن استقبال الليمف. الليمف بيرجع تاني للقلب، الليمف هيرجع تاني للقلب اهو. بسرعه 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 بسرعه. ادي 1 2 3، ادي 1 2، ده اوزين ده اوزين، ده بطين ده بطين، ادي اجوف علوي، ادي اجوف سفلي، ادي 1 2 3 4 اورده رئويه، وبعدين هيخرج هنا اورطي، هيخرج هنا شريان رئوي. حلو. مين الليمف بيرجع منين؟ الليمف يا احمد بيرجع عن طريق الاجوف العلوي، عن طريق الاذين الايمن. يبقى الراجل هنا عندي الاجابه الاذين الايمن. تتجمع الشعيرات الدمويه لتكون الوريد الكبدي. حلو. الذي يخرج من الكبد ويصب محتوياته في الوريد الاجوف السفلي. جميع الاوعيه الدمويه التاليه تتصل بالجانب الايمن من القلب، يعني النص ده فيه ايه؟ اجوف علوي، اجوف سفلي، شريان رئوي. حلو. ما عدا الراجل بيقول لك الوريد الرئوي، لا الوريد الرئوي بيكون ناحيه الشمال. حلو. اللي بعده بيقول لك عند انبساط البطين الايمن. استنى بقى يا عم، عشان احنا هنا كده محتاجين نرسم القلب تاني. هي التفاحه دي. بص بقى، بيقول لك عند انبساط البطين الايمن. فين البطين الايمن؟ اهو ده كده اسمه البطين الايمن. هتنبسط يا بطين يعني تستقبل الدم، يعني الدم نازل لك من فوق لتحت، يبقى طبيعي الصمام ثلاثي الشرفات ده مفتوح. حلو كده. والصمام اللي هنا الرئوي مقفول. يلا ندور عليهم. عند انبساط يغلق الصمام المترالي. انا بدور على ايه؟ بدور على يفتح الصمام ثلاثي الشرفات او يغلق الصمام الرئوي. مفيش. هعمل ايه؟ مصيبه. دور الناحيه الثانيه. طالما ده مفتوح الثلاث شرفات يبقى المترالي هو كمان مفتوح. حلو. في فتح المترالي، يفتح الصمام المترالي. شفت بقى؟ ما تعطلش. لما تيجي في ناحيه ما تعطلش، بص على الجانب الثاني وبعدين تشتغل نفسك عادي خالص. تبدا الدوره الرئويه. خلاص يا عم انا خلصت. تبدا الدوره، تبدا بالبطين. طب انت عايز انهي دوره؟ الدوره الرئويه، يبقى تبدا بالبطين الايمن. طبعا طبعا طبعا. فين البطين الايمن؟ اهو. في نهايه الدوره خلاص احنا بننهي بايه؟ انا بنهي بالاذين. طب انت انهي دور؟ الجاهزيه تخلص بالاذين الايمن. عندي اذين ايمن؟ عندي. حلو. في الدوره الرئويه الصغرى يندفع الدم الغير المؤكسج. استنى بقى، الغير المؤكسج في الدوره الرئويه. طب الدوره الرئويه تبدا فين؟ تبدا بالبطين هنا، او تبدا بالبطين وبعدين بتودي الدم في الرئوي. شريان مش وريد، يبقى نختار الشريان الرئوي. حلو. اخر سؤال يعتبر نقط من اهم الاعضاء الليمفاويه بالجسم. قلنا انه يعتبر الطحال عشان كرات الدم البيضاء. وبس يا عم، دي كانت قصه النقل في الانسان كامله من اولها لاخرها بالحل بتاعها. استنى كمان هينزل لك فيديو كمان عن الحل بتاع الاسئله بتاع النقل في الانسان من مصادر كتير ومن كتب كتير. متقلقش، مش هخلي نفسك في حاجه. شرح وحل واسئله ومراجعه والدنيا كلها هتبقى زي الفل. بس كل اللي عليك ان انت تذاكر. احنا خلاص بنقرب، فاضل اقل من شهر. هتعمل ايه؟ النقل في الانسان من اكتر الاجزاء اللي بتيجي في الامتحان. لمها واستعين بالله واتعب وذاكر، وانا معاك في اي حاجه ما تقلقش. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.